في يوم عيد ميلادي ال18 الواد ابن خالي بليك جاله عربية رولز رويس. اما انا بقى فكان نصيبي زبالة وطرد بره البوابة العمومية، وده ما كانش تشبيه مجازي خالص، يا ريت كان مجازي. على الاقل التشبيهات كان يبقى شكلها شيك وغالي شوية. العربية كانت راكنة في مدخل قصر هرسون تحت الانوار الذهبية الدافية، ودهانها الاسود بيلمع كأن عمرها ما سمعت عن حاجة اسمها مطر او تراب او حتى عواقب. بليك كان ساند على كبوت العربية، ايد في جيبه اللي بماركة عالمية والايد التانية ماسكة الموبايل اللي بيصور وشي كأن طرد من البيت ده فلوج لعيد ميلاده. قال لي وهو بيضحك: اضحك يا لندون، اخيرا هتسيب القبر، ده يوم كبير للكل بصراحة. وراه بقى كانت عمتي فيكتوريا واقفة على السلالم ولابسة بالطو ابيض لولي، وقفتها كانت مظبوطة بالمسطرة وتعبيرات وشها كانت هادية كأنها بتتصور لجمعية خيرية، بس في نفس الوقت باردة انها كفاية انها تجمد مية الشرب. وعم ماركوس واقف جنبها بيبص في ساعته كأنه طرده ليا مأخره عن حاجة أهم بكتير، يمكن مأخره عن تلميع الإمبراطورية اللي سرقها من أهلي اللي ماتوا. فيكتوريا بصت لكيس الزبالة الأسود اللي في إيدي واتنهدت بملل وقالت: بلاش دراما، أنت دلوقتي بقيت 18 سنة والكبار بيعرفوا يعيشوا لوحدهم ويعتمدوا على نفسهم. كان في قميصين وسويت شيرت بزون وجزمة سنيكر كانت خلاص بتودع الحياة، وفرشة سنان وبرواز صورة مكسورة كنت مخبيه ورا الرف النبيذ في القبر. ده كان ورث على ما يبدو. ماركوس قرب مني ووطى صوته، بس ما كانش كفاية لأن الخدم لسه واقفين على الباب والأمن لسه بيراقبوا من عند البوابة، وموبايل بليك لسه متوجه ناحيتي. ماركوس قال لي: انت عشت عالة على العيلة دي وقت طويل، اكلناك وشربناك ووفرنا لك سكن، اياك ترجع هنا وتعمل فيها اننا مديونين ليك. سكن ده الاسم اللي كانوا مسميين بيه قبو النبيذ اللي كنت عايش فيه. اوضه باردة ارضيتها حجر مفيش فيها شبابيك وريحتها دايما تراب وفلين وريحة ناس اغنياء عاملين نفسهم بيحبوا العنب المتخمر كأنه شخصية ليهم. عشت هناك من سن 14 لحد 18 سنة، 4 سنين تحت بيتهم، قريب كفاية ان اسمع خلافاتهم فوق، وبعيد كفاية ان محدش فيهم يضطر يمثل اني موجود اصلا. كان ممكن اصرخ في وشهم، كان ممكن اقول ان ابويا هو اللي بنى شركة ستيرلينج اطلس قبل ماركوس حتى ما يتعلم ازاي يزيف ضحكته الاجتماعية في مجلس الادارة. كان ممكن اقول الناس هم امي المفروض تروح ليا مش لمجموعة شنط فيكتوريا ولا العربيات بليك اللي بياخدها في اعياد ميلاده. بس الحقيقة اني قلت الكلام ده كله قبل كده لما كان عندي 14 سنة، وصرخت لحد ما زوري وجعني. وفي سن ال 15 ترجتهم يوروني الوصية، وفي سن 16 سنة سألتهم ليه محامين اهلي بطلوا يتصلوا بيا، ولما وصلت 17 سنة عرفت ان الناس اللي معاهم فلوس مسروقة ما بيخافوش لما عيل غلبان يقوم الحقيقة، هم بس بيقفلوا باب القبو في وشه. عشان كده عيد ميلادي ال 18 ما قلتش ولا كلمة. بليك ضحك ضحكة باردة وقال لي وهو بيوجه الكاميرا عليا: بصوا عليه لسه عايش في دور ان حد سرق ممتلكاته. يا اصحابي لو اهلك كانوا عاوزينك غني كان المفروض يسوق احسن من كده. صوابعي اتشدت على ايد كيس الزبالة، وفي ثانية واحدة مدخل البيت اختفى من قدام عيني وشفت مكتب ابويا، رفوف خشب دافية وايد امي على كتفي. كنت وقتها عندي حوالي 13 سنة او اصغر شوية. كنت قاعد على ترابيزة وقدامي تورتة عيد ميلادي، وفي ايد عربية رولز رويس لعبة لونها فضي. العربية كانت على قد كف الايد كده. ابويا عمل تمثيلية مضحكة وهو بيديها لي كأنها مفاتيح عربية بجد. قال لي وهو بيضحك والدنيا كانت لسه جميلة في عيني: لما تكمل ال 18 سنة هجيب لك النسخة الكبيرة منها. امي بست راسي وقالت: مش كبيرة قوي، عاوزة يفضل متواضع. ابويا ضحك وانا كمان ضحكت معاهم. وقتها كنت فاكر الوعود اللي جاية من الناس اللي بيحبوك بتبقى وعود ابدية. فجأة الذكرى دي اتمسحت ورجعت للواقع لمدخل البيت وموبايل بليك ووش فيكتور البارد وساعة ماركوس وكيس الزبالة اللي في ايدي. امي ماتت وابويا مات وامبراطوريتهم بقت في ايد الناس اللي حولوني الخادم عندهم. والعربية الوحيدة اللي كانت مستنياني في عيد ميلادي ال 18 كانت راكنة ورا الواد ابن خالي اللي عايش حياته كأنها جاكيت مسروق. فيكتوريا بصت للامن وقالت: افتحوا البوابة. الحارس تردد نص ثانية، والنص دي كانت اقرب حاجة للتعاطف خدتها الليلة دي. ماركوس لاحظ وفرقع صوابعه وقال: دلوقتي البوابة الحديد فتحت بصوت تزييق، ومشيت من خلالها وكيس الزبالة على كتفي. بليك فضل ماشي ورايا المسافة بسيطة عشان يكمل تصوير وهو بينادي عليا: عيد ميلاد سعيد يا واد يا بتاع القابو. البوابة قفلت ورايا ووقفت على الرصيف مستني حاجة جوايا تنفجر بصوت عالي، بس ده ما حصل. هي انكمشت بهدوء كأنها كوباية ورق حد داس عليها بجزمته. فضلت ماشي لحد ما القصر اختفى ورا الشجر، وبعدين مشيت اكتر لان التوقف كان معناه اني هفكر، والتفكير معناه اني افتكر ان ماليش مكان انام فيه. لما جه نص الليل المدينة كانت ابرد مما كنت اتخيل. لقيت زقاق ضيق ورا مطعم مقفول. ريحة صندوق الزبالة كانت وحشة جدا، بس المعدن بتاعه كان بيحجز الهواء عني. في اللحظة دي ما كنتش في وضع يسمح لي اتشرط على مكان. قعدت جنبه وضميت كيس الزبالة لصدري وبصيت للسما والمباني وقلت بصوت واطي: عاش يا بطل، اغنى يتيم في امريكا نايم جنب زبالة اكل بحري بتاع امبارح. صوتي اتهز في اخر كلمة،
وده ضايقني اكتر من البرد نفسه. ضغطت بايدي على عيني وحاولت ما اطلعش اي صوت. الزقاق كان فاضي ومحدش بيراقبني، وده لسبب ما خلى الوجع اكبر، لان الذل قدام الناس يبقى حامي بس الذل وانت لوحدك يبقى تقيل قوي. قعدت افكر في اهلي والعربيه اللعبه والوصيه اللي عمري ما شفتها، وفي ضحكه فيكتوريا كل ما كانت بتقدم لي للضيوف وتقول ابن اخونا المسكين اللي تعبنا معاه. فجاه حاجه نورت قدامي. في الاول افتكرت شاشه الموبايل، بس افتكرت ان موبايلي فصل شحن في الكيس. كان في مستطيل اسود عايم في الهواء وبينور بحروف فضيه رفيعه مكتوب عليها بنك بلا حدود، في دعوه متاحه ليك، هل تقبل؟ فضلت بحلق فيها كتير وبصيت حوالينا في الزخ. مفيش كاميرات، مفيش برامج مقالب، مفيش حد سكران بيضحك ورا صندوق الزباله، وما كانش في غير انا والبرد ورساله عايمه والمفروض انها ما تكونش موجوده اصلا. بلعت ريقي وقلت يا اما انا بموت من التلج وبخرف، يا اما الكون عنده خدمه عملاء غريبه جدا. ظهرت كلمتين وبول او رفض تحت الرساله. رفعت ايدي وهي بتترعش. يمكن كنت يائس، يمكن كنت غبي، بس اللي اعرفه ان العيل ما يبقاش فاضل معاه حاجه بيقدر يدوس على اي حاجه منوره وغريبه بتظهر له في الزقاق. دوست قبول والهواء اتشق بصوت معدني ناعم، وقعت في كفي كارت اسود كان اتقل مما يبدو، ناعم وبارد وحوافه فضيه ومكتوب عليه كلمه واحده بلا حدود، وتحتها بحروف فضيه شيك كان مكتوب اسمي لندون ستيرلينج. لاول مره الليله دي ما لقيتش نفسي حاسس بالبرد. الرساله العايمه اتغيرت وقالت اصرف اول معامله متاحه يرجع لك الضعف. فضلت باصص للكارت لحد ما صوابعي وجعتني ومن كتر ما انا ماسك فيه، وبعدين ضحكت ضحكه واطيه ووحشه. فيكتوريا ادتني كيس الزباله، بس في حاجه تانية، ادتني بنك. ولاول مره من ساعه ما اهلي ماتوا كان عندي سؤال يستاهل ان اعيش عشانه. يا ترى الوارث المشرد يقدر يشتري ايه لو كل دولار يصرفه يرجع له الضعف؟ اول معامله عملتها مع بنك بلا حدود ما كانتش عربيه خارقه ولا شقه في فينت هاوس ولا دخلت مليارات دراميه، كان مجرد سندوتش من بنزيمه ملفوف في بلاستيك وشويه وجع عاطفي. الكاشير بصلي كاني هسرق المناديل، وبصراحه كان عنده حق. كان شكلي واحد خسران في خناقه مع سبت غسيل وصندوق زباله. السويت شيرت بتاعي كان مكرمش وشعري متبهدل، وكنت ماسك كارت اسود غالبا ثمنه اغلى من ثلاجه السندوتشات نفسها. قلت له بالكارت لو سمحت. بص للكارت الاسود وبعدين بصلي. نظراته كانت بتقول تمثيليه حلوه يا صاحبي. ما كنتش قادر الومه. لو عيل شكله مشرد اداني كارت اسود فخم الساعه 1 بالليل هفترض يا اما سرقه يا اما هربان من طائفه غنيه ومجنونه. ما كانت الكارت زمرت وطلعت مقبول. الكاشير بربش بعينه وانا كمان بربش، وظهرت رساله في زاويه عيني بتقول عمليه شراء 8 دولار و42 سنت، المرتجع من بنك بلا حدود 16 دولار و84 سنت، تم تحديث الرصيد. خرجت بره ومعايا السندوتش في ايد والكارت في الايد التانيه. المدينه لسه برد وحياتي لسه متبهدله، بس في 16 دولار و84 سنت في حساب ما كانش موجود من 10 دقايق. خدت قطمه من السندوتش كان طعمه عيش وملح وقضيه مرفوعه ضد الخضار، بس كنت اعيط من الفرحه مش عشان السندوتش حلو، لا عشان ده بتاعي وانا بفلوسي. اشتريت بعدها ميه وبعدين شاحن رخيص وبعدين موبايل بريد من ورا الكاشير. كل مره كنت بدفع فيها كان بيرجع لي الضعف. ارقام صغيره، ارقام تافهه، بس كانت بتزيد ما بتنقص. وبعد 4 سنين وانا بشوف كل حاجه تخصني بتروح لايد تانيه. الاحساس ده كان مرعب ورهيب في نفس الوقت. لما الفجر طلع كان معايا فلوس كفايه اجيب اوضه في موتيل. المكان كان فيه سجاد قديم وورق حائط تعبان وموظف استقبال ما بيسالش اسئله طول ما الكارت شغال، وحبيته جدا الصراحه لان الراجل معاييره واطيه كده. هو بالظبط اللي كنت محتاجه. دفعت حق ليله واحده والسيستم رجع لي الضعف فورا. وقفت في الحمام الصغير والبخار مال المرايه وشفت التراب وهو بينزل من ايدي في الحوض. صوابعي كانت بتترعش وانا بفتح كيس الزباله وبطلع برواز الصوره المكسور. اهلي كانوا بيضحكوا ورا الازاز. ابويا ببدله كحلي وامي في فستانها الابيض وانا بينهم عندي 13 سنه وماسك العربيه الرولز رويس كانها كنز. حطيت البرواز على الحوض وبعدين خدت بالي من فازه عرف صغير جنب الباب. كانت فازه زرقاء رخيصه من السيراميك ثمنها ما يجيش 20 دولار، بس صدري اتقبض لما شفتها. الفازه كانت الطريقه اللي بليك اتعلم بيها ازاي يخلي وجعي ماده للضحك. كان عندي وقتها 14 سنه. بعد الحادثه بكام شهر عيله هاوسون كانوا نقلوني خلاص للقبو، رغم انهم قالوا ان وضعه مؤقت والمؤقت ده يبقى 4 سنين. الاغنياء بيحبوا قوي الترتيبات المؤقته لما يكون حد غيرهم هو اللي بيعاني منها. يومها فيكتوريا كانت عامله غدا المتبرعين وكنت انا في المطبخ بغسل الاطباق لان ماركوس قال اني محتاج اتعلم الانضباط. بيليك دخل وعنده بقايا كريمه على كم قميصه والمال الباين على وشه. كان عنده 13 سنه وشكله ناعم ومغرور ومقتنع بس ان العالم موجود عشان ينقله من اوضه غاليه لاوضه اغلى. قال لي يا واد يا بتاع القبو هات لي صودا، ما تلمتش بسرعه كفايه. قام مسك فازة فيكتوريا المستورده اللي كانت على ترابيزه الطرقه. قلت له حاسب، نزلها مكانها. ضحك وقام رميها على الارض. الفازة اتدشدشت 100 حته على الرخام. لثانيه واحده بصينا احنا الاثنين للقطعه المكسوره وفجاه بليك صرخ بعلى صوته يا عمتي فيكتوريا لاندوس كسر الفازة. فضلت باصص له وهو باصص لي وبعدين ضحك ضحكه صغيره وخبيثه لانه كان عارف كويس مين اللي هيتصدق في الاخر. فيكتوريا جت تجري ورايا ومعاها
ومعاها ماركوس والخدم اتجمعوا عند باب المطبخ، وبيليك شاور عليا وهو بيمثل ان صوابعه بتترعش من الخوف، وقال هو اتعصب عشان طلبت منه يشرب، قام كسرها. فقلت له ده ما حصلش، بس فيكتوريا ضربتني بالقلم قبل ما اكمل الجمله. صوت القلم رن في الطرقه كلها، خدي حرقني وعيني دمعت، مش عشان الوجع بس، لا عشان بيليك كان واقف ورا كتفها بيضحك من غير صوت وبيترعش من الفرحه، والكل كان باصص الناحيه التانيه ولكن في حاجه حصلت. فيكتوريا مسكت دقني بقوه وقالت لي في ودني بنبره واطيه، انت كائن مدمر، اهلك دلعوك وبوظوك، ودلوقتي احنا اللي لازم نصلح القرف والمصايب اللي سابوها وراهم. ماركوس بص على الازاز المتكسر في كل حته واتنحب بزهق وقال اخصم ثمنه ومصروفه. طبعا دي كانت نكته بايخه لان ما كانش عندي مصروف اصلا، وده كان المضحك في الموضوع. خلونا نلم الازاز المتكسر بايدي حافيه من غير اي حمايه في الوقت اللي بيليك كان قاعد فيه على السفره بياكل التحليه بتاعته ببرود. واحد من اللي شغالين صعبت عليه وحاول يديني جوانت البسه، بس فيكتوريا شافته وهزت راسها بالرفض وقالت لا سيبه يتعلم، لازم يتعلم. وفعلا اتعلمت ان الحقيقه من غير قوه وسلطه بتبقى مجرد دوشه ملهاش لازمه. بعد 4 سنين كنت واقف في حمام مونتيل تعبان، لمست خدي وجلدي بقى تمام ما فيهوش اي اثار، بس الوجع كان كله في الذكريات اللي مش عايزه تروح. كان في فازه زرقاء رخيصه محطوطه على الرف، شكلها ملوش اي علاقه بفيكتوريا ولا في بيليك ولا بالقرف ده كله، بس برضه كان جوايا رغبه غبيه ان اكسرها 100 حته. بس بدل ما اعمل كده قعدت على السرير وفتحت الموبايل اللي شحنته قبل كده ودخلت اشوف رصيد بنك ليميتلس. المبلغ ما كانش ضخم، يا دوب يكفي اكل كام يوم لو صرفت بحساب، او ليله كمان في الموتيل لو ظبطت اموري صح. كان مبلغ يخليك تحس ان انت واقف على حرف السكينه، بس لسه انت ما بقتش السكينه نفسها. رحت اشتريت شويه هدوم من محل تصفيات رخيص، شرابات وهدوم داخليه وقميص ساده وجاكيت نظيف ريحته مشطوب مبلول. الفيزا اشتغلت وفجاه الفلوس اللي صرفتها رجعت الضعف. اشتريت نوتة صغيره وقلم والفلوس رجعت الضعف تاني. في الاول كنت بكتب كل عمليه صرف بعملها بالورقه والقلم، كنت خايف السيستم ده يختفي فجاه لو شلت عيني عنه. 8 دولار بقوا 16 بقوا 40 وبقوا 80 وال80 بقوا 160. ما كانش سحر في فرقعه وشرار، كانت حسابات بطيئه وغبيه بس زي العسل وممتعه جدا. على اخر تاني يوم بقيت قادر ادفع 8 اسبوع كامل في المونتيل، وتالت يوم اشتريت لابتوب قديم من محل رهن، ورابع يوم دفعت اشتراك عشان ادخل على السجلات العامه. في اللحظه دي كتبت اسم شركه ستيرنج اطلس هول ديجر في خانه البحث. لوجو شركه ابويا ملا الشاشه قدامي، ولقيت اسم فيكتوريا مكتوب رئيسه تنفيذيه وماركوس هارسون مدير التنفيذي. اما بليك كان محطوط في صفحه الاعمال الخيريه بتاعه الشركه، لابس بدله سودا شيك وساعه فضيه بتلمع في ايده ومبتسم ابتسامه عريضه. وانا كنت هناك قاعد في اوضه موتيل تعبان وباكل عشاء من مكنه البيع وببص على الامبراطوريه اللي اهلي عملوها وعمتي سرقتها مني. عيني عينك، ايدي وقفت خالص على الكيبورد ومبقتش عارف اتحرك لمده 4 سنين. عائله هارسون حسسوني اني مجرد طبق مكسور، هما متفضلين عليا وسايبيني في البدروم عشان ما ارميهمش او ما اثرش عليهم بغلط، بس السيستم اداني حاجه هما ما كانوش يتوقعوها ابدا، طريقه تخلي كل قرش بصرفه عباره عن خطوط بتقربني من حقي. فتحت النوتة بتاعتي تاني وفي اول صفحه نظيفه كتبت 3 كلمات هرجع كل حاجه، وتحتها كتبت اول اسماء في القائمه فيكتوريا وماركوس وبليك. القلم علم على الورقه وخرمها من كتر الحماس، وده احسن في حاجه في الدنيا لازم تسيب علامه. ما رجعتش قصر هارسون الصبح، ده كان ممكن يريحني نفسيا لمده 12 ثانيه، وبعدها ماركوس كان هيخلي الامن يرموني في الشارع، وفيكتوريا كانت هتقول عليا مختل عقليا، وبيليك كان هينزل فيديو تافه بعنوان ابن البدروم رجع. انا كان معايا فيزا سودا مش اصابه في دماغي، عشان كده قررت اختفي تماما. اول شهر كان شكله وحش وصعب، بنك ليمس كان بيضاعف اللي بصرفه، بس كان لازم استحمل الوقت اللي بين العمليه والتانيه. اتعلمت الريتم بتاع الموضوع بسرعه، اشتري اللي محتاجه واستنى الفلوس ترجع وبعدين اصرف تاني. ما كانش بمنظر خالص ولا بلبس ولا براندات، ولا كنت بسال اسئله في اماكن تخلي الناس الاغنياء يشكوا في واحد فقير بيسال كتير. الاكل بقى ليالي في موتولات، والليالي بقت اوض ايجار فوق مخبز مقفول، والاوض الايجار كان ريحتها سكر وطوب مبلول، والدفايه كانت بتخبط كاني بني ادم عايز حد يهتم بيه، والشباك كان باصص على حيطه طوب تانية ساده، حاجه تسد النفس بس كانت بتوفر لي خصوصيه، والخصوصيه عندي كانت اهم من المنظر الجمالي. اشتريت مكتب مستعمل والفلوس ضعفت، اشتريت لابتوب ما بيطلعش صوت نهيج اول ما افتح صفحتين مع بعض والفلوس زادت، اشتريت كورسات اونلاين في التمويل وقانون الشركات وقانون الميراث والمحاسبه والفلوس اتضاعفت برضه. وهنا اكتشفت حقيقه مره قوي، الفلوس ممكن تتضاعف بس الوقت مستحيل يتضاعف. كنت عايز انتقم فورا، كنت عايز ادخل شركه ستيرنج اطلس ومعايا رزمه ورقه اخلي ضحكه فيكتوريا المثاليه تقع من على وشها، بس كل ورقه كنت بلاقيها كانت بتسلم لورقه تانية، وكل شركه وهميه كانت بتوصلني لامضاءات تانية، كل الاوراق الرسميه كان فيها ثغرات واسعه كفايه ان الحراميه الاغنياء يستخبوا فيها. كان عندي 18 سنه، غضبان مش متدرب كفايه، وموقفي القانوني ضعيف ومزعج. لو اتحركت بسرعه كنت هبقى مجرب منشط في الجرايد عن اليتيم المتمرد اللي
بيتهم الأوصية عليه، أو الأخ الحاقد اللي بيهاجم بيزنس العيلة، أو الوريث المهزوم من اللي بيتم التلاعب بيه من ناس غريبة. فيكتوريا كانت غالبا مجهزة البيانات دي ومكتوبة عندها في الدرج. هي كانت بتموت في التخطيط لوجع الناس، فقررت أذاكر وأتعلم. صرفت الفلوس لأن الصرف هو اللي بيجيب الفلوس. اشتريت أدوات أحسن ومعلومات أدق واستشارات أقوى، وعرفت إني محتاج حد أشطر مني بكتير. ومن هنا لقيت نايومي كروس. مكتبها كان في الدور الخامس في مبنى ضيق بين كتب الضرايب ومحامي طلاق. مفيش رخام ولا سكرتيرة لابسة هيد تيست، مجرد باب إزاز وست لابسة بليزر أسود وشكلها بيقول إن ممكن تشم ريحة النصب من ورا الخرسانة. بصت لي بصة واحدة وقالت أنت صغير قوي. قلت لها وأنت ملاحظتك قوية. بقها تهز هزة خفيفة وقالت أنت طالب مراجعة قانونية لملفات ورث مرتبط بشركة ستيرلينج، ده مش مشروع مدرسة أكيد؟ قلت لها لا طبعا. قالت وتقدر تدفع. حطت الفيزا السوداء على مكتبها ما لمستهاش وقالت القروض دي ممكن تترفض عادي. قلت لها بتمثيل الثقة بتاعي ما بيحبش يترفض. ندمت على الحركة دي فورا، بس العملية تمت وحواجبها اترفعوا ملي واحد، وده بالنسبة ليومي كأنه تصفيق حار وقفل تشجيعا ليا. حكيت لها اللي يكفي عشان نبدأ: أبويا وأمي إليوت وجريس ستيرلينج، الحادثة والتبني والوصية اللي عمري ما شفتها، ونقل ملكية الشركة والبدروم وطرد في يوم عيد ميلادي. نايلون سمعتني من غير تقاطع خالص، ولما خلصت فتحت الدرج وطلعت نوتة قانونية وكتبت جملة واحدة فوق: امشي ورا السيطرة مش الوجع. قلت لها الجملة دي شكلها بارد قوي. قالت لي بس دقيقة، لو هم سرقوك فهم خبوا السرقة في تفاصيل السيطرة: أسهم، توكيلات، ديون، واجتماعات مجلس إدارة، والوجع ده كان مجرد حاجة استخدموها عشان يشغلوك عن الحقيقة. حبيتها فورا، بس حبيتها عشان ما طبطبتش عليها وقالت لي ليها شجاع. الشجاعة دي كلمة بيقولها الناس لما بيكونش معاهم أدوات حقيقية يغيروا بيها الواقع، ونايومي كان معاها الأدوات دي. خلال الثلاث سنين اللي بعد كده كنا بنبني حاجة في السكات. نقلت من الأوضة اللي فوق المخبز لشقة صغيرة بشكل شغال ومحترم، وبعدين لشقة أحسن الجيران فيها مش بيصرخوا في المواسير، لحد ما بقيت مكان واسع يكفي شاشات وكراتين وملفات وصور أهلي القديمة. بنك ليميتس كبر معايا. اشتري خضار والفلوس ترجع الضعف، اشتري عربية والفلوس ترجع الضعف، اشتري عقارات صغيرة بأسماء شركات تانية والفلوس ترجع الضعف، اشتري تقارير استشارية ومراجعات قانونية ومعلومات وتحقيقات خاصة وكل ده يرجع الضعف. السيستم ما كانش بيشجعني ولا بيطبطب عليا، كان ببساطة بيكافئ الحركة. كل ما اصرف الرصيد يعلى، وكل ما الرصيد يعلى افتكر كلمة فيكتوريا ان الكبار بيعيشوا بجهدهم تماما. هعيش وهنجح لدرجة تخليها تشرق وتتخنق من كتر الضغط. نايومي اتبعت الورق الورث القديم ولقيت ورق نضيف زيادة عن اللزوم، وامضاءات تواريخ ما كانتش ماشية مع سجلات سفر اهلي. لقيت تعديل في وصية توافق عليها في وقت مشبوه وقريب قوي من حادثة اهلي، ولقيت شركة وهمية لمست اصول عيلة ستيرلينج قبل ما ماركوس يمسك زمام الامور رسميا. ما كانش في حاجة تقطم الرقبة مرة واحدة، بس كل ده كان كفاية اننا نفضل نحفر ونكمل. وفي الوقت ده عيلة هارسون كانوا عايشين حياتهم بصوت عالي قوي. بليك والسوشيال ميديا بتاعته بقت اسوأ تقرير شغل بتابعه. بينزل صور ساعات وعربيات ورحلات تزلج وحفلات خيرية، وواقف بيضحك جنب فيكتوريا كأنه هو اللي اخترع الطيبة. كل بوست كان بيفكرني انه بيصرف فلوس وحياة مبنية على جثث اهلي. شفت فيديو ليه وهو بيستلم عربية رولز رويس عمولة. شفت الفيديو 3 مرات، مش عشان بحب الوجع، انا مش درامي للدرجة دي، بس عشان التاريخ كان مهم. ده كان يوم عيد ميلاده 18. فيكتوريا كانت واقفة جنبه بتسقف، وماركوس بيديله علبة المفاتيح. الوصف كان مكتوب فيه أميرنا يستحق العالم. أميرنا. قفلت الفيديو وفتحت النوتة بتاعتي. في أول صفحة تحت جملة هرجع كل حاجة كتبت سطر جديد: أعياد الميلاد تفرق معاهم. دي ما كانتش معلومة بيزنس، دي كانت كيد وغل، وساعات الكيد بيبقى هو البوصلة اللي بتمشيك صح. لما تميت 21 سنة كانت حياتي اللي الناس شايفاها لسه متواضعة، وده كان المطلوب بالظبط. بالنسبة لعيلة هورسون لو فكروا فيا فأنا مجرد يتيم ضايع واختفى في شقة رخيصة وحظه منيل، بس من ورا الحيطة الفلوس بقت حقيقية جدا، والأصول والشركات الوهمية بقت واقع. حصتي الهادية في شركة ستيرلينج أطلس كانت صغيرة كفاية عشان محدش يحس بيا، بس كفاية تخلي ليا كرسي في الشركة لو حبيت. نايومي جات لي الشقة في يوم ممطر ومعاها ملف ووشها خلاني اتعادل في قعدتي قبل ما تنطق. بكلمها قلت لها في ايه؟ قالت لي عيد ميلادك ال21 الاسبوع الجاي. قلت لها انا عديت يوم الميلاد ال18 ومتحمس جدا. قالت لي هيروحوا مزاد برنيت للعربيات في فراري نسخة محدودة ومفيش غيرها في البلد تتباع عن طريق بيع خاص. حطيت الملف على مكتبي وجواه صورة للعربية بتلمع حمرا واطية ومستفزة وذوق بليك بالظبط. للحظة شفت الرولز رويس اللعبة اللي كانت في ايدي وانا عندي 13 سنة، وبعدها شفت بليك وهو ساند على عربية عيد ميلاده وانا شايل كيس الزبالة. ابتسمت نيولي، بصت لي بتركيز وقالت لندن. قلت لها ايه؟ قالت الصح. قالت الابتسامة دي معناها ان لازم اسأل احنا لسه بنعمل التصرف الصح والعقلاني. قلت لها ايوه انا مش محتاج الفراري دي، بس بليك كمان مش محتاجها. تاني يوم واحدة من شركاتي سجلت في المزاد، مش باسمي ولا باي حاجة توصل ليا. الهارسون كانوا على وشك يقبلوا المزايدة، محدش فيهم شافه قبل كده، وانا كنت هشتري اول هدية عيد ميلاد ليا من حقهم. بليك وصل لمزاد العربيات وكانت الفراري خلاص وافقت تتجوزه. كان لابس جاكيت
كانت ابيض من غير جرافطه وساعه بتلمع تنور لطياره في الجو. فيكتوريا كانت ماشيه جنب حرير ناعم وبتبتسم للضيوف ابتسامه مصطنعه بتستخدمها اول ما الكاميرات تقرب، وماركوس كان وراهم ومعاه 2 مساعدين وشه عليه تعبيرات راجل مقنع ان الاسعار دي مجرد اقتراحات للناس التانية مش ليه. انا ما كنتش في الاوضه بجسمي بس الوكيل بتاعي كان موجود، راجل عجوز وشعره شايب اسمه مستر الفريز، كان قاعد في الصفوف اللي ورا ومعاه تليفون ورحت المزايده وتعليمات صارمه. ما كانش عندي اي فكره انا ليه عايز العربيه دي وما كانش محتاج يعرف، السكوت المهني ده جزء من الاجر اللي بياخده وانا كنت بدفع له كويس. كنت قاعد في أوضة خاصة بعيد عن الزحمة بشارعين وفاتح قدامي كذا شاشة، واحدة عليها البث المباشر للمزاد والتانية عليها الحسابات بتاعت لميتس بانك، ونومي طالعة في فيديو كول في زاوية اللابتوب كان باين عليها التعب، وقالت لي إن الناس الطبيعية بتحتفل بعيد ميلادها ال21 بتورتة. رديت عليها وقلت ليها أنا هشتري تورتة بعجل، فقالت لي إن التورتة مش كده خالص. قلت لها بس دي الطريقة اللي عيلتي بتمشي بيها. قاعة المزاد كانت بتلمع من كتر الشياكة والفلوس، والناس هناك كان باين عليها الملل بتاع الأغنياء، رجالة بدل غامقة وستات غرقانة في غوايش ألماظ، والموظفين بيلفوا وسط الصفوف بالتابلت والكل بيلمع وابتسم كأنهم أغلى من إنهم يعرقوا أصلا. وفجأة الفرار الحمراء طلعت على المسرح، لونها أحمر نار تحت الأضواء، سقفها واطي وصالونها أسود من نوع العربيات اللي معمولة مخصوص للرجالة اللي عايزين الناس تسمع نقصهم قبل ما هم يوصلوا بجسمهم. بليك كان قاعد ملهوف ومايل لقدام، وفيكتور لمس دراعه بتطمنه، وماركوس ادى إشارة بسيطة للمندوب بتاعهم عشان يبدأ المزايدة. المزاد بدأ برقم خيالي بيشتري المونتيل اللي كنت بنام في زمامي في مرة، والمزايدة ولعت بسرعة، ماركوس يزود وحد تاني يعلي عليه وماركوس يعلي أكتر. بليك كان بيضحك زي العيل الصغير على حد بيغرف أكلة ليه في طبق. وفي اللحظة دي مستر الفريز رفع اللوحة بتاعته والمزاد صاح مزايدة من رقم 117. ماركوس بص وراه بس ما شافونيش، شافوا راجل عجوز ملامح هادية وما يبانش عليه أي تعبير. ماركوس زود السعر تاني وانا قلت لمستر الفريز يعلي اكتر، وصوت الراجل اللي بقى يدير المزاد بقى حد واقوى. الجو في القاعه اتغير تماما والناس بدات تلف راسها بفضول. محدش بيهتم لما الاغنياء يصرفوا فلوسهم، بس الكل بيموت في اللحظه اللي غني فيها يتكسر قدام الناس ويترفض له طلب. بليك بيضحك وماركوس زود السعر تاني بحده وهو بيرفع ايده في الهوا، وانا رديت عليه وعليت. نومي اتنهدت من ورا الشاشه وقالت ان ده استثمار فاشل. قلت ليها ده مش استثمار اصلا. قالت لي كده انا قلقت اكتر. قلت ليها اعتبريه كارت معايدة لعيد الميلاد. في البث المباشر شفت بليك بيهمس لفيكتوريا بحاجة، فابتسمت وطبطبت على ايده بس عينيها كانت مبرقة وضيقة، ودي كانت اول علامة ان هما بدأوا يتوتروا. ماركوس مال على المندوب بتاعه طلب يزود، وانا رديت عليه قبل ما الراجل بتاع المزاد يلحق يخلص. نطق رقم وبدأت ناس في القاعة تضحك ضحك خفيف، ومش على ماركوس، لسه بدري على ده، هما بيضحكوا على الموقف نفسه. ودي هي الطريقة اللي بيبدأ بيها الإذلال العلني في الأماكن الشيك، يبقى هادي ومؤدب وكل واحد بيمثل انه مش مستمتع باللي يحصل. ماركوس بص لورا تاني وفكه كان مشدود جدا، وش بليك بقى احمر زي الدم، وشفته هو بيبرطم مين ده، بس محدش رد عليه. سعره وصل لمرحله خرافيه خلت 2 من كبار جماهير العربيات ينسحبوا. في اللحظه دي العربيه ما بقتش مجرد عربيه، بقت خناقه غاليه ومكبره على الفاضي. ماركوس عمل اخر مزايده ليه وكانت بشعه، مش هتدمره ماديا بس كانت مكلفه عاطفيا لانه ضغط على نفسه بزياده عشان يحمي خيال ابنه بليك في عيد ميلاده. انا بصيت للشاشه وزودت $1,000,000 مرة واحدة فوق الرقم بتاعه. نومي غمضت عينيها وقالت لي دي تفاهة. قلت لها ده الصح. القاعة كلها سكتت خالص والراجل كرر الرقم وماركوس محركش شعره. فيكتوريا فضلت محافظة على ابتسامتها غالبا لانها متدربة قدام المراية سنين على المواقف اللي زي دي. بليك بص لماركوس وهو مش مصدق. الامير كان موعوب باللعبة واللعبة دي لسه متاخدة منه حالا. المزاد صح اول مرة تاني مرة، وماركوس كان بيبص لمستر الفريز كأنه عايز يقتله بنظراته. وفجأة المطرقة نزلت اتبعت لرقم 117. بليك أمن مكانه بسرعة وعمل صوت مزعج على الأرض والناس كلها لفت نظرها. في حد رفع موبايله يصور. بليك زعق لماركوس وقال له يا بابا انت قلت لي ان الموضوع خلصان. ماركوس مسك دراعه وقال له اقعد. بليك رد انا كنت عايز العربية دي. فيكتوريا مالت عليه بتهديد وقالت له مش هنا، وده خلى الموضوع أسوأ لأن بليك عمره ما عرف يعني ايه مش هنا. حكايته كلها كانت هنا قدام الناس والحاجة بتجيله لحد عنده. الناحية التانية من القاعة كانت سيرينا
فيل قاعدة بتراقب وساندة دقنها على ايدها. انا عارف سيرينا كويس، كل اللي في الصحافة والاقتصاد عارفينها. عيلتها بتمتلك شبكة اعلام ومواقع كتير وليها تأثير يخلي اي فضيحة تطلع ليها لسان. كانت شابة وشيك جدا ومشهورة بأسئلتها اللي بتخلي المديرين يعرقوا ببدالهم الغالية. شفت عينيها وهي بتنقل بين بليك ومستر ارفريز، وبعدين بصت لرقم اللوحة، وبعدين رجعت بصت لفيكتوريا. البنت دي بتلمح الخيط قبل ما الدخان يطلع اصلا، وده كان تمام بالنسبة لي. انا محتاج شهود في الاخر بس مش دلوقتي. محدش في القاعة كان يعرف ان انا اللي ورا الموضوع ده. فيكتوريا وماركوس شافوا حد بس غامض بينافسهم، وبليك شاف لعبته اتسرقت منه، وسرينا شافت سؤال محتاج اجابة، وانا شفت اول عيار في عيد الميلاد هو بيرد في صدرهم. البنك خلص الاجراءات والفلوس نزلت في حساب السري زي الرعد ملوش صوت. الفلوس ضعفت نفسها والاهانة فيهم ضعفت نفسها كمان. لما البث خلص نومي قربت من الكاميرا وقالت لي باين عليك مبسوط. قلت لها انا بقيت عاقل. قالت لي انت اشتريت فيراري مش محتاجها بس عشان تبوظ عيد ميلاد. قلت ليها بالظبط ده اسمه نضج. هي ما ضحكتش بس شفايفها اتهزت كانها عايزه تضحك. بالليل بليك ما نزلش اي حاجه على السوشيال ميديا، ودي كانت علامه انه موجوع بجد. لا صوره ولا ابتسامه مزيفه ولا كلام عن النعم. صمت تام بالنسبه لواحد زي بليك. الصمت ده معناه جنازه. تاني يوم الصبح نومي بعت رساله ان سيرينا كفيل بتدور ورا الشركه اللي اشترت العربيه. قريت الرساله مرتين وضحكت، مش لان سيرينا عرفت حاجه، هي ما تعرفش، بس في حد ذكي رمح الخيال اللي ماشي وراهم، والخيال ده يبقى مفيد طول ما الناس بتبص عليه ومش قادره تلف وتشوف الحقيقه. عيله هارسون قالوا ان المزاد الفراري ده كان حظ وحش، وده مضحك جدا لان ثروتهم كلها قايمه على ان حظ يفضل وحش للابد. بليك رجع لحالته بسرعه زي اي حد مدلدل. اشترى ساعه جديده، نزل صوره في الجيم، وكتب كلام عن الحاقد، ومثل ان خساره الفراري قدام نص صفوه المدينه كانت درس روحي. ماركوس طلع غله في الموظفين، وفيكتوريا فضلت تبتسم اكتر. وبعدها جه مشروع تطوير الساحل. شركه ستيرنج اعلنت عن المشروع بصوره فخمه وخطابات متلمعه. فيكتوريا كانت واقفه قدام ماكيت المشروع كانه حلم غني عن الطبيعه بعد ما شالوا منه الطبيعه الحقيقيه، وانتجعوا فيلا خاصه ومحلات وبراندات ومارينا لليخوت وكل حاجه الناس الغنيه تحبها عشان يحسوا ان هم متواضعين وبيشربوا اغلى المشروبات. المشكله كانت في الارض، كانت في حته صغيره جوه منطقه التطوير دي، مش مساحه ضخمه ولا فخمه، بس كانت ضروريه جدا. ومن غير الماكيت كان شكله كأن حد واكل قطمه من نصه. نومي هي اللي لقت الارض دي الاول، وقالت لي في مكالمه الصبح ان عمتي كانت بتبيعها بالارض قبل ما البيع يخلص اصلا. قلت لها دي جراءه. قالت لي ده استهتار. قلت ليها وده نوعي المفضل من الجراءه. الارض كانت تابعه لصندوق عائلي وعايزين يبيعوا ويخلصوا، وفيكتوريا وماركوس كانوا ضامنين ان الشركه هتاخدها، لدرجه انهم عزموا المستثمرين على غدا خاص وجهزوا الصور والرسومات. وماركوس بدا يعمل مكالماته مع معارفه في المدينه باسلوب نووي صفحه اللود الهجومي، وده معناه ضغط ومعناه فرصه. انا اشتريت الارض اللي جنبها الاول بشركه، وبعدين استخدمت شركه تانية عشان انافس على القطعه المهمه دي، وماركوس حاول يخلصها باتفاقات خاصه. فيكتوريا عملت مكالمه شخصيه، حتى مستشار المدينه لمح ان البائع لازم يختار ستيرنج اطلس عشان المصلحه العامه، بس البائع فكر في الكاش، والكاش دايما بيكسب. لما الارض بقت بتاعتي كنت قاعد في شقتي ببنطلون ترنج وباكل نودلز من علبه كرتون، والبنك خلص الدفع والفلوس لفت في السيستم ورجعت ليا الضعف. حسابي زاد في الوقت اللي فريق ماركوس غالبا فقد فيه قدره انه يرمش من الصدمه. بعد الظهر الشركه عملت عرض للمستثمرين رغم كل حاجه، واتفرجت على التسجيل بعدين. فيكتوريا كانت واقفه ببدله شيك جنب الماكت، وماركوس جنب الشاشه، وبليك كان حاضر عشان حد قال له وقفتك جنب الماكت بتعتبر خبره بيزنس. فيكتوريا بدأت كلامها ببراءه عن الارث والمجتمع والرفاهيه المستدامه وكل الكلام الغالي اللي محدش بيفهمه بس بينبسطوا بيه، لحد ما مستثمر رفع ايده وسأل هل حته الارض اللي في النص دي بقت معانا؟ ابتسامه فيكتوريا ما اتهزتش، وماركوس طلع وقال احنا بنخلص الاجراءات الاخيره، وده معناه لا. مستثمر تاني مال على الماكت وشاور على القطعه الناقصه وقال له لو الارض دي مع حد تاني كل طرق الدخول ومواقع البناء وخطط المارينا هتتغير تماما. ماركوس ابتسم كأن الراجل شتم جزمته وقال له احنا بنبني بقالنا عشرات السنين ومش قلقانين، بس الحقيقه هو كان مرعوب، وعرفت من نبره صوته اللي الاغنياء بيستخدموها لما يحبوا الناس تبطل تلاحظ ان في حريقه والعه. فيكتوريا حطت ايديها على الماكت وقالت المشروع مكتمل في ميعاده. دي كانت اللحظه اللي ورطت فيها نفسها بزياده. المستثمر هز راسه ببطء وهو مش مقتنع، بس كان مؤدب لدرجه انه استنى لما يخرج عشان يكلم حد تاني. والاوضه بدات تهمس. سيرينافيل كانت هناك برضه واقفه ورا ومعاها كاس ميه وبتبص على الماكت، عينيها على الارض الناقصه، وبعدين بصت لماركوس، وبعدين بصت لايد فيكتوريا اللي لسه على الماكت كانها بتحاول تداري المشكله بصابعها المتلمعه. سيرينا عرفت ان اللي اشترى الفراري واللي اشترى الارض غالبا واحد، بس ما تعرفش ان انا وده احسن. عيله هارسون ما يعرفوش برضه، وده احسن واحسن. على بالليل المواقع المتخصصه بدات
تنشر الخبر: مشروع ستيرلينج أطلس بيواجه مشاكل في الأرض، والمستثمرين بيسألوا عن صفقات مش مضمونة، ومشتري مجهول بيقفل طريقة دخول المنتجع. مشتري مجهول. حبيت الاسم ده. تاني يوم الصبح بيليك نزل صورة من جيم العيلة وكتب: الناس اللي بتخبي أساميهم جبنة. كنت عايز أرد عليه وأقول له: الناس اللي بتستخبى ورا شركات مسروقة لازم تسخن قبل ما تحكم على الجبناء، بس مسكت نفسي لأن ضبط النفس ده جزء من تطوير الشخصية. حاجة مستفزة بس مفيدة. صفقة الأرض جابت تاني مكسب ليا، بس جابت لي برضو أول وجع دماغ. ملكية أرض مش زي ملكية ساعة، ما ينفعش تحطها في درج وتتفرج على انتقامك. كان في ضرايب ومصاريف صيانة وقوانين تقسيم واختراق قانونية. نومي بعتت لي ملف تقيل جدا وقالت لي: مبروك، انتقامك بقى ليه أوراق حكومية. قلت لها بكرة الجملة دي. قالت لي: لازم تكررها، لأن الأوراق دي هي الطريقة اللي الأغنياء بينزفوا بيها بالراحة. وكان عندها حق. لأول مرة فهمت إن الفلوس ممكن تشتري ضغط، بس الضغط ده محتاج إدارة صح. ولو اشتريت بتهور كل الأصول هتبوظ وتحلل. ولو شركة ستيرلينج أطلس انهارت بسرعة زيادة عن اللزوم ممكن أدمر الشركة اللي أنا عايز أصلا أرجعها. دي كانت المشكلة، إنك تستك جوا بيت ناوي تسكن فيه، إنك مش هينفع تولع في كل حيطانه. بس برضه رعب المستثمرين عمل اللي محتاجه بالظبط، وسهم الشركة نزل مش كتير بس كان كفاية. وبدأت أشتري في هدوء تام، شوية من هنا شوية من هنا وشوية من هناك، عن طريق صندوق استثماري محدش كان ممكن يربطه أبدا لو كان بينام في يوم من الأيام جنب صندوق زبالة. فيكتوريا وماركوس كانوا راميين اللوم على مشتري مجهول أو صندوق منافس، يمكن حد بيحاول يبتزهم أو منافس ليهم في مجال المنتجات الفخمة. عمرهم ما شكوا فيا، بس بالنسبة ليهم أنا خلاص بقى يا إما ميت يا إما بكنس في حتة. في أحسن الأحوال أنا كنت شارع وتاه من ذاكرتهم. ما كانوش يعرفوا إن القط ده بقى ليه سنان، وما كانوش يتخيلوا إن هو يتحول لنمر. وبعدين ناومي كلمتني بالضربة اللي عليها الدور وقالت لي إن في اجتماع طارئ للمستثمرين في ستيرلينج أطلس الأسبوع الجاي. رفعت عيني من على ورق الأرض وسألتها لو الاجتماع ده كان علني. قالت لي مغلق، بس المساهمين اللي معاهم الأوراق مطلوبة يقدروا يحضروا. بصيت لصورة أهلي القديمة اللي على مكتبي. الشركة دي كانت بتاعتهم والمبنى كان بتاعهم. كنت بتجنب أدخله عشان ما أكونش مستعد للي هيحصل فيا أول ما أدخله، بس الوقت جه. مش هكشف عن المشتري المتخفي ولا هبين ورق الحقيقي. هدخل كحاجة صغيرة، مجرد مصدر إزعاج، مساهم صغير ليه كرسي. كنت عايز أشوف وش فيكتوريا أول ما باب يتفتح. مقر ستيرلينج أطلس كان شكله بالظبط زي ما كنت فاكره، وفي نفس الوقت ملوش علاقة باللي كنت فاكره. ده اللي الحزن بيعمله، بيعدل في شكل المباني من غير ما يستأذن حد. الصالة لسه فيها الحيطان الإزاز الطويلة والأرضية الرخام البيضة واللوجو الفضي الضخم ورا مكتب الاستقبال. أبويا كان بيمشي في الصالة دي وهو حاطط إيده على كتفي، والموظفين كانوا بيوقفوه كل كام خطوة. كان بيبقى عارف أساميهم كلهم، مش بس المديرين، لا ده حتى أمن المبنى والمساعدين والسواقين والناس اللي بتغير الورد جنب الأسانسير. ماركوس بقى كان بيمشي في نفس الصالة دي بعد سنين، وكأن الناس دي مجرد عفش لابس جزم. وقفت قدام الأبواب اللي بتلف دي شوية قبل ما أدخل. شفت شكلي في الإزاز، بدلة سودا حلقة نظيفة ووش هادي، بس معدتي كأني بلعت طوبة. قلت لنفسي ادخل يا بطل، انت اشتريت حقك في انك تبقى متوتر جوه. الموظفة بصت لي وانا بقرب منها وسألتني بكل أدب: اقدر اساعدك بطريقة الناس شيك دي متدربة قبل ما تقرر لو كنت مهم ولا ماليش لازمة. سلمتها اوراق المساهم بتاعي، عينيها راحت للتابلت ورجعت تاني، وبعدين وقفتها اتغيرت وقالت لي: لحظة يا سيد ستيرلينج، سماع اسمي في الصالة دي كان وقع اصعب مما كنت اتخيل. باب الاسانسير اتفتح ومساعد شاب خدني لدور الاجتماعات. ناس ببدل واقفين جنب ترابيزات القهوة بيتكلموا صوت واطي، والكل عليه نفس التعبيرات: هادين واغنياء وقلقانين، بس بيحاولوا يمثلوا ان هم مش قلقانين. بعدين شفت فيكتوريا كانت واقفة جنب الشبابيك مثالية كالعادة، وماركوس بيتكلم مع 2 من اعضاء الادارة. وبليك كان ساند على الحيطة وماسك موبايله، شكله زهقان وغالي. في ثانية ما حدش خد باله مني، وبعدين بليك رفع عينه ووشه اتجمد، وده كان شعور ممتع للحظات. وبعدين ضحك وقال بصوت عالي عشان المستثمرين يسمعوا: هو البدروم بقى فيه واي فاي دلوقتي ولا ايه؟ رؤوس كتير لفت ناحيتي وفيكتوريا بصت وراه. تعبيرات وشها اتغيرت مليمترات. اغلب الناس مش هياخدوا بالهم، بس انا خدت بالي. قضيت سنين وانا بدرس ضحكتها عشان اعرف انهي واحده فيهم معناها ان في خطر. ماركوس لف وهو كان اخر واحد. بصلي من رجلي لراسي، وبعدين بص للمساعده وسال هو بيعمل ايه هنا. المساعده بصت في التابلت وقال ان السيد ستيرلينج مسجل كمساهم. بيليك ضحك وقال: مساهم اشترى ايه؟ كوبون وحلو. شويه مستثمرين ضحكوا ضحك مؤدب مش ضحك حقيقي. ده النوع من الناس اللي بتعمله عشان يفضلوا قريبين من السلطه. حسيت بحراره في وشي. 4 سنين في بدروم تخلي الواحد حافظ طعم ان حد يضحك عليه. كنت عايز اقول له انا اللي اشتريت العربيه الفيراري اللي قاعد يعيط عليها. كنت عايز اقول لفيكتوريا ان الارض اللي هي محتاجاها بقت تحت سيطرتي. كنت عايز اقول لماركوس ان المشتري المجهول اللي كان بيشتمه في التقارير السريه واقف قدامه على بعد 3 ترابيزات. بس ما عملتش اي حاجه من دي. النمر اللي بيصغر بدري بيقلب معزه. فابتسمت
ابتسمت قلت له مبسوط اني شفتك يا بليك، لسه بتلخبط بين الصوت العالي والاهميه. الضحك المؤدب غير اتجاهه، مش كتير بس كان كفايه، وضحكة بليك اختفت. ماركوس قرب وقال ان الاجتماع ده للمستثمرين الجديين بس. حطيت الكارت بتاعي على ترابيزه التسجيل، قلت له يبقى لازم اقعد قبل ما حد يفكر في القاعه دي للناس الجديه فعلا. مستثمر كبير كح في ايده، والمساعده بصت في التابلت بتركيز جامد. فيكتوريا قربت مني وقالت بصوت واطي يا لاندون دي مفاجاه مش متوقعه. صوت واطي في مكان عام، شهود قريبين. دي كانت النسخه من فيكتوريا اللي عايزه تبان كريمه وهي بتسن السكينه تحت الترابيزه. قلت لها افتكرت انك هتفرحي، انت دايما كنت بتقولي للناس انك ربيتيني كواحد من العيله. عينيها برقت وفك ماركوس اتحرك وبليك نفخ وقال عيله؟ انت كنت بتنام في مخزن النبيذ عشان كنت بتخوف الموظفين. دي كانت غلطه منه. اقرب مستثمر لينا لف راسه وبص، وفيكتوريا قبضت ايديها على الدوسيه اللي معاها. بصيت لبليك وسكت ثانيه زياده عن اللزوم، وقلت له نسخه مثيره للاهتمام، بس انا فاكره ان البدروم كان ليف. القاعه ما كانش فيها شقه صدمه، القاعه الحقيقيه نادر ما بيحصل فيها كده اللي في الدراما الرخيصه. بس كلام كتير وقف، وعضو مجلس الاداره نزل فنجان القهوه بتاعه. ماركوس دخل في الكلام وقال ان احنا مش هنناقش تاريخ العيله. قلت له لا، احنا بنناقش تاريخ شركه. وقعدت على كرسي في اخر الترابيزه. بليك كان بيبص لي كاني قعدت فوق تورته في عيد ميلاده. ماركوس بص ناحيه الامن وبعدين افتكر الكارت اللي على الترابيزه ففرمل نفسه. التردد الصغير ده كان حاجه عظيمه، ما كانش بصوت عالي ولا درامي، بس كان مجرد راجل استوعب ان القواعد اللي استخدمها عشان يرميني ما بقتش شغاله جوه القاعه دي. الاجتماع بدا وماركوس اتكلم عن انشاءات السوق وتاخيرات الارض والتدخلات والمضايقات من اطراف مجهوله. الاطراف المجهوله دي كانت انا. كنت لابس قناعات كتير نظيفه وتغييرات وش هاديه جدا. فيكتوريا اتكلمت بعدها وقعدت تمدح في استقرار الشركه وتكلم عن الارث والمسؤوليه، وكل ما كانت بتقول كلمه ارث كنت بفتكر توقيع ابويا تحت توقيعها في الورق. ولما اتفتح باب الاسئله رفعت ايدي. ماركوس تجاهلني، بس المستثمر الكبير اللي جنبي قال له المساهم الشاب ده عنده سؤال. ماركوس اضطر يبص لي، فخليت صوتي هادي وسالت ممكن الاداره توضح ليه في اصول معينه مرتبطه بالميراث من صندوق عائله ستيرلينج اتنقلت وبقت تحت سيطره كابينات تابعه لهارسون بعد وفاه اهلي. القاعه سكتت تماما، مش عشان الكل فهم اللعبه، هم مش محتاجين يفهموا، هم سمعوا كلمه ميراث وسمعوا اسم ستيرلينج وشافوا ضحكه فيكتوريا وهي بتتجمد. ماركوس رد بسرعه وقال ده ملوش علاقه بجدول الاعمال الحالي. هزت راسي وقلت له اكيد، التاريخ المسروق دايما بيكره جداول الاعمال. بليك اتحرك من على الحيطه وكان هيشتم، بس فيكتوريا لمست دراعه قبل ما يخلص. قالت بليك بصوت ناعم وحاد في نفس الوقت، فسكتت. ولد شاطر، اقعد اثبت وارث الحاجه المسروقه. ما قلتش كده بصوت عالي، ده نضج تاني مني. الاجتماع كمل بس القاعه اتغيرت. المستثمرين بقوا بيراقبوا ماركوس بتركيز، والموظفين من ورا الازاز بقوا بيبصوا لجوه. فيكتوريا فضلت رافعه راسها بس صوابعها كانت بتخبط على الدوسيه. لسه مش شاكين فيا اني المشتري المجهول، لسه فاكريني مشكله صغيره، يتيم حاقب معاه شويه اسهم ولسان طويل، قطه بضوافر، وده مثالي جدا عشان القطط بتخربش بس النمور بتستنى. بعد الاجتماع بيلك خبط في كتفي وهو ماشي جنب الاسانسير وقال استمتع بالكرسي الصغير بتاعك، دي الحاجه الوحيده اللي في المبنى اللي هتمتلكها في حياتك. شفته وهو ماشي وبعدين موبايلي رن. نومي بعتت لي لينك. بيلك كان بينزل ستوري تاني فيديو قصير من طيارته الخاصه وكاس في ايده، ومضيف الطيران واقفه جنبه ووشها مشدود. الوصف كان فيه ناس اتولدت عشان تخدم. بصيت للفيديو كتير وبعدين ابتسمت من غير ضحك. بليك لسه مسلمني السكينه اللي عليها الدور. بليك كان بيعشق الكاميرات لحد ما الكاميرات حبته بس بسبب غلط. فيديو الطياره بدا كانه منظره، وطبعا بليك ما يعرفش ياخد نفسه جنب كرسي جلد من غير ما يتاكد ان الناس عرفت ان الجلد ده مستورد. كان قاعد على كرسي لونه كريمي ونضارته فوق شعره وايده ماسكه الكاس والتانيه بتشاور بكسل على المضيفه اللي واقفه في الممر. وقال لها اضحكي انت طالعه في الستوري بتاعتي. هي ما ضحكتش، فبليك ضحك وقال لها يلا ما تبقيش مكسوفه، الناس زيك لازم يشكروا ربنا لما ناس زيي يخليكوا تتشافوا. شفت الفيديو مرتين مش عشان عجبني بس عشان الزاويه كانت مهمه. في موبايل تاني كان بيصور من ورا فاصل الكابينه، صوت اوضح وش باين اكتر من غير فلاتر ولا لمعه الولد الغني. كان بليك حقيقته وبشاعته هو اللي بيتعالى على ست بتعمل شغلها. ناومي بعتت الملف ورساله وبتقول هو بيعمل نص الشغل بنفسه. رديت عليها وقلت لها دي موهبته الوحيده. المضيفه ما كانتش اتكلمت علني، كانت خايفه وانا فاهم ده. ناس زي بليك بيرزعوا الخوف في الموظفين، يا تضحك يا تخسر شغلك، اسكت يا اما مش هتاخد توصيه. مثل ان الاهانه نكته يا اما تطلع انسان نكدي، فعملناها بنظافه. ناومي اتواصلت معاها عن طريق محامي عمال وانا مولته المحامي بطريقه ما توصلش ليا، والمضيفه وافقت تنشر الفيديو من غير الاسم الاول مع حمايه جاهزه لو هرسون حاولوا يدوسوا عليها. الفيديو اتنشر في الحسابات المستقله قبل الفطار، وعلى الغدا كان في كل حته. بليك هورسون يهم مضيف الطيران ورئيس ستيرنج اتلاس بيقولوا ان العمال لازم يشكروا ربنا ان يار غني في طياره خاصه
خاصة. العنوان الأخير ده ما كانش بتاعي بس احترمته جدا. بيليك حاول يرد في وقت قصير جدا، ودي كانت غلطته التانية. الغلطة الأولى كانت إنه مش عنده شخصية أصلا. فيديو الاعتذار بتاعه ظهر فيه بهدوم كحلي وقاعد قدام مكتبة كتب، أنا عارف إنه ما لمسهاش، وقال أنا آسف لو كلامي اتفهم غلط، ولو اتفهم غلط أكتر كلمتين جبانين في اللغة. التعليقات خدت بالها والمستثمرين كمان. ستيرلينج أطلس كان بتبيع صورة الفخامة المسؤولة والقيم العائلية والقيادة، وبليك لسه ضارب اللوحة دي بجزمته. الرعاة المرتبطين بحفل هارسون الخيري شالوا اسمه من الصفحات الجاية في هدوء، واتنين من شركاء العلامات التجارية وقفوا حملاتهم. وموقع بيزنس سأل لو كانت ستيرلينج أطلس عندها مشكلة في بيئة العمل. السهم نزل. مش كفاية انه يخلص على الشركة، بس كفاية بالنسبة لي. اشتريت عن طريق كيان في هدوء تام، بينما اعتذر بليك بيتقطع حتت اونلاين. بنك ليميتس ده حكاية، كان بيشجعنا نصرف في اي حاجة، تكاليف الشراء، استشارات، اي مصاريف تبع الشغل ومصاريف المحامين. السيستم ما كانش بيفرق معاه الفلوس راحة فين، اكل، محامين، اسهم، حتى لو بصرف على خطة انتقام وتجهيزات تقيلة، المهم عنده ان اصرف وبس. اصرف يرجع لك الضعف. كرر العملية ببساطة تخليك تتخض من سهولته لدرجة انك تحسها قلة ذوق. بتاعة ستيرلينج أطلس الكلام ده وصل لي من البي ار في أوضة سيرينا. بعدين كانت فيكتوريا واقفة قدام الشاشة بتعرض عليها لقطات اعتذار من بليك. وشها كان هادي جدا، بس ده فضحتها. كانت بتدوس على الريموت بعنف لدرجة ان عادتها 3 مرات وهي بتقول تاني. مدير العلاقات العامة كان بيتحرك في كرسي بقلق وقال لها المشكلة مش في المونتاج يا حاجة فيكتوريا، المشكلة في الكلام نفسه. هي ردت وقالت ابني كان تعبان. هو رد وقال ان الناس اللي زيهم لازم يحمدوا ربنا. فيكتوريا ضحكت ضحكتها السامة وقالت له خلي الناس تفهم انه ما كانش قصده كده. هي دي فيكتوريا، عمرها ما تصلح العيب من جذوره، هي بس بتدهن الحيطة من بره. ماركوس بقى كان عايز يرمي الليلة على المهاجم المجهول، وقال ان الموضوع ده مترتب ومقصود عشان يضغطوا علينا بعد صفقة الارض. الحقيقة كان انه صح، بس كان بيتخيل الشخص الغلط في دماغه. كان فاكر انها صناديق منافسة او سيرينا او الاعلام بتاعها، ما كانش يتخيل انه انا اساسا بالنسبة لماركوس انا كنت يتيم حزين وشايل غل. دخلت اجتماع واحد ومعايا شوية اسهم ملهمش لازمة ولساني طويل، قطة صغيرة وبخربش، وما كانش يعرف ان القطة دي هي اللي دفعت تمن الزاوية اللي الكاميرا صورت منها الفضيحة. سيرينا فيل كلمتني اليوم ده بالليل، كنت هطنش المكالمة بس الفضول بقى مرض عندي وظاهر اني اتعديت. رديت، قالت لي يا سيد ستيرلينج. قلت لها يا نسا فيل. قالت لي عيلتك دي مثيرة للاهتمام. قلت لها ده وصف مؤدب لمقلب زبالة. سكتت شوية وضحكت واحدة واحدة وقالت لي أنا شفت اجتماع المستثمرين، أنت سؤال خلى ماركوس ينسى يتنفس إزاي؟ قلت لها وفاء تاني للأسف. قالت لي وفضيحة طيارة بليك ظهرت بعدها على طول. قلت لها الأغنياء وتصرفاتهم الزفت مش حاجة جديدة. قالت لي فعلا، بس التوقيت هو اللي جديد ومريب. كنت باصص على الشات اللي قدامي، واحدة فيها حركة الأسهم وواحدة الأخبار، والتالتة فيها طلب شراء هادي بيتم باسم شركة مجهولة اسمها يبان كأنه صندوق تأمين ممل. سألتها وقلت لها انت بتتهميني بحاجة؟ قالت لي انا لسه بقرر انت فعلا مثير الاهتمام ولا شكلك بس. قلت لها ده سقف واطي قوي، انا وشي ينفع لصور البطاقة بس. ضحكتها المرة كانت الطف وقالت لي خد بالك يا سيد ستيرلينج، لو فضلت تنكد دمك خفيف كده وعيلة هارسون سمعتها بتتدمر، الناس هتبدأ تفكر انت اللي ماسك السكينة. ايدي وقفت على الكيبورد. سيرينا ما كانتش بتتهم بصراحة لسه، بس كانت شايفة خيوط غيرها مش شايفها. الخيوط دي كانت مفيدة وخطيرة في نفس الوقت، والاتنين دايما بيجوا مع بعض. قلت لها انا مجرب مساهم صغير. قالت لي طبعا، وانا مجرب بنت صحفي بتحب الارتباط بالاحداث. الخط قطع وقعدت مكاني وبصيت للموبايل. نايومي بعتت لي رسالة بعدها بلحظة بتقول. ردت عليها وقلت لها سيبيها تحوم بس ما تخليهاش تلمس الارض. لاول مرة من ساعة ما بدأ الانتقام حسيت بالخطر بيقرب مني. فضيحة بليك جابت نتيجة والاسهم نزلت وصورتهم اتهزت، بس كل ما بضغط اكتر العين بتبدأ تدور على اللي في الظل. ماركوس كان هيبطل يضرب في الاخبار وهيبدأ يدور في الايد اللي وراها، والنوع ده من الرجالة لما ما بيلاقوش الايد بيكسروا الصوابع اللي قريبة منها. هو ما كانش يعرف ان انا المهاجم المجهول، وده خلاه اخطر مش اقل خطورة. اللي عارف يضرب فين ممكن يغلط، بس اللي مش عارف بيخبط في كل حيطة وكل باب واي حد واقف قدامه اي شاهد حظ وحش. ماركوس بدأ بالاعلام. الصبح كان في 3 مواقع بيزنس بيتكلموا بنفس الطريقة، بيلموا المضاربين المجهولين انهم بيتلعبوا بالسهم بعد موضوع الارض وفضيحة بليك. الكلام كان مترتب قوي وموزون، اسلوب ماركوس بامتياز. مقال منهم وصفني اني قريب شاب مشاكله كتير وظهر فجأة وسط نشاط المساهمين. حركة ذكية، ما قالش اني ورا حاجة بس حط اسمي جنب عدم الاستقرار وساب الناس تتخيل الباقي وتعمل الشغل الوسخ. مشاكل كتير ظهرت
ظهرت فجأة. الأغنياء بيجيبوا المصطلحات اللي تخلي قلة الأدب والظلم يبانوا كأنهم ظروف جوية. فيكتوريا عملت انترفيو هادي بعد الظهر، لابسة جاكيت لبني وبتبص في الأرض في اللحظات المناسبة، وقالت لاندون مر بكتير قوي واحنا دايما بنتمنى له الشفا. قلبي بيتقطع وانا شايفة وجعه بيتمسح بيه الأرض قدام الناس، والشركة بتعرض لهجوم قوي من قوة خارجية. قوة خارجية ده الفيلم بتاعهم دلوقتي. الشركة بتتهاجم من مضاربين، ولاندوم اليتيم المسكين مجرد خلفية للموضوع. لسه مش شاكين فيا، بيشفقوا عليا قدام الناس ويشتموني في السر. حاجة تضحك. تخيل نمر بيطاردك وانت تقف تضرب في قطة عشان ضايق جزمتك. كنت عايز ارد، كنت عايز اطلع بيان واحد يفضح كل حاجة. مين ربى مين، ومين نام فين، ومين اللي زور التوقعات. نايومي وقفتني وقالت لي مش دلوقتي، وصوتها كان مشدود في المكالمة المتشفرة. قالت لي ماركوس بيرمي سنارته، ولو دافعت عن نفسك بدقة هيعرف مكان الوجع الحقيقي. قلت لها يعني اسيب فيكتوريا تعمل فيها العمة الحزينة؟ قالت لي دلوقتي قلت لها بكره. كلمة دلوقتي دي قالت لي عارفة، عشان كده بقولها بوت. كان عندها حق، وده اللي كنت بكرهه برضه. ماركوس زود اللعب ورفع قضية على واحدة من الشركات اللي استخدمتها عشان ألم الأسهم في الأول. مش أهم شركة عندي، بس برضه مش للرمي. طلب كشف بيانات ووقف تحويلات في نفس الوقت. الشاهد اللي نايومي كانت بتحاول توصل له بطل يرد. موظف قديم كان شغال أيام ما أهلي ماتوا، كان شاف كفاية إنه يخاف بس مش كفاية إنه يحس بالأمان. نايومي كانت خلاص قربت تقنعه، وفجأة سكت. مفيش رد. شقته كانت فاضية لما المحقق بتاعنا راح هناك. حسيت برعش لما نايومي قالت لي سألتها مات، قالت لي مفيش دليل بس هو اختفى. ما كانش مطمن خالص. الضربة اللي بعدها كانت لنايومي نفسها. مكتبها ما كانش فخم بس كان بتاعها ملفات مكتبين، وكانت القهوة بتطلع صوت كأنها بتكره الشغل. ونتيجة عليها مواعيد المحاكم. لما راحت هناك بالليل القفل كان مكسور بالشنيور، الادراج بره، الورق في كل حتة، رخصتها واقعة على الأرض. ماكينة القهوة كانت مكسورة، وحسيت إن ده مقصود ورخامة زيادة. نايومي كانت واقفة في نص الكركبة دي ومشمرة كمامها، وقالت لي ما كانش ينفع تيجي. قلت لها وما كانش ينفع تتهددي بسببي. قالت لي أنا باخد حساب زيادة على التهديدات. قلت لها مش وقت هزار. قالت لي وهي بتضحك شوية. ايديها كانت ثابتة بس وشها كان باهت. سألتها أخدوا حاجة؟ قالت لي شوية صور. مفيش أصول، أنا بشيل أصول في مكان ماركوس ما يتخيلوش. قلت لها فين؟ بصت لي بصة وقالت لي معناها انسى. كنت هضحك والله رغم كل ده. فجأة موبايلي رن. واحدة من شركاتي اتكشفت وبقت خطر، بس خطر كان لازم اضحي بيها واسيب الباقي يتحرق قبل ما ماركوس يوصل لابعد من كده. فلوس طارت ومصاريف قانونيه زادت، وخطوه كنت عايزها اتاجلت. بنك ليميتس ممكن يزود الفلوس بس ما يقدرش يرجع الوقت ولا يداري للكشف. قعدت في مكتب نايومي المكسر واخدت اصعب قرار. ضحيت بالشركه دي. على الشاشه الشركه اختفت والداتا لسه شغاله كأن مفيش 3 سنين تخطيط راحوا في ثانيه. نايومي قالت لي انت زعلان؟ قلت لها ملاحظه ذكيه. قالت لي وعايز تضرب دلوقتي؟ قلت لها وذكيه برضه. قالت لي ما تعملش كده. بصيت للأوضة المكسورة وقلت لها دول جم عندك. قالت لي لو كشفت نفسك عشان زعلان هيكسبوا أكتر من مجرد مكتب. دي مشكلة الانتقام، الناس فاكراها نار بس هو في الحقيقة حسابات وسكينة من تحت الترابيزة. دفعت تأمين نايومي والسيستم رجع لي الضعف. حتى الصدمات بقى ليها برنامج مكافآت. دفعت لمحامين ومخازن ونقلت واحد من المعارف ومسحت آثار ديجيتال. كل قرش بصرفه بيخليني أقوى وبيفكرني إن في حد لسه هينزف قبل الضربة الأخيرة. الصبح ماركوس طلع في التلفزيون لابس بدلة كحلي وقال إن شركاته مستهدفة من ناس مجهولين وهنحمي المساهمين. المذيع سأله عني، ضحك ضحكة خفيفة وقال لاندون شاب تاريخه صعب وأتمنى يلاقي استلام قبل ما حد يستخدم وجعه لمصلحته الخاصة. وقفت الفيديو تاني بيطبطب عليا. لاندوم المسكين الحزين الصغير اللي مش خطر. قلت للشاشة خليكي فاكرة كده. نايومي كلمتني بعدها بساعتين وصوتها كان متغير. سألتها لقيتي ايه؟ قالت لي لما فتشوا المكتب وعملهم حاجة من ملفات التطوير. فريق فيكتوريا كان عنده تسجيل صوتي لمقابلة مع فلاحين باين سيفوه بالغلط في الارشيف. قلت لها مفيد. قالت لي زفت. رجعت بضهري. الزفت ده هو اللي بيفيد. نايومي كملت وقالت يا لاندوم في إشارة في نفس الارشيف لحادث قديم مقفول، حادث أهلك. الأوضة هديت تماما مش بره. كان جوايا ماركوس كان بيخبط في الحيطان وبيدور على خيالي، فكسر حتة كشفت المكسور وفي حاجة قديمة كانت مستنية تظهر. فيكتوريا بنت صورتها على التبرعات والانترفيوهات الهادية والضحكة بتاعت الأغنية دي. تسجيل واحد كان هيضيع كل ده. التسجيل ده كان الاجتماع بخصوص مشروع البحر. فلاحين رفضوا التعويض وأرضهم كانت مهمة للمشروع. ناس غلابة مش من نوعية الناس اللي فيكتوريا تعزمهم إلا لو في كاميرات. التسجيل مدير المشروع حذرها إن الفلاحين زعلانين. صوت فيكتوريا طلع واضح وقوي. مش فارق معايا زعلانين ولا لا، اديهم فكة. اضحكي للصحافة المحلية وخليهم يغوروا لو عطلنا المشروع عشان كل فلاح عنده قصة حزينة. لو عطلنا المشروع عشان كل فلاح عنده قصة حزينة. مش فارق معايا يزعلوا
اديهم شوية فكة وابتسم للصحافة المحلية وخليهم يغوروا من هنا. لو أجلنا المشروع ده عشان كل فلاح عنده قصة حزينة يبقى نسلم الشركة للشحاتين أحسن. سمعت التسجيل ده مرة والتانية وناومي كانت بتبصلي من ورا مكتب شقتي. مكتبها كان لسه بيتصلح، فبيتي بقى هو مركز القيادة والملجأ القانوني ومنطقة كوارث عاطفية في بعض. قلت لها صوتها طالع بالظبط زي ما كان وهي بتضربني بالقلم. ناومي ما سألتش عن القلم لأنها كانت عارفة كل حاجة أصلا، وسألتني لو عايز أنشر التسجيل ده، ففضلت باصص لملف الصوت. الرد كان ذكي، أيوة، والرد الاستراتيجي كان ايوه، والرد الغاضب في دماغي بدأ يرفعه اصلا. بس بعدين فكرت في العمال، لو سهم ستيرنج اطلس وقع والموظفين اللي ملهمش ذنب في فيكتوريا هيتأذوا، المشاريع ممكن تقف والناس تخسر شغلها، والفلاحين ممكن يبقوا منشط الاخبار الاسبوعي وفي الاخر يتهرسوا برضه. الانتقام كان شكله انضف بكتير لما كنت نايم جنب صندوق الزبالة، لاني كنت من تحت برج بيبان انه يستاهل يتهد، بس لما تقرب وتشوف الناس اللي جوه يبقى الهد موضوع معقد. قلت لها هننشره بس مش لوحدنا، دعم قانوني الاول وجمعية الفلاحين الاول ومنصات مستقلة مش حسابات فضايح. انا عايز ضغط يساعدهم مش ضغط يخلي فيكتوريا تعرق وبس. ناومي هزت راسها وقالت ان ده هيكلف اكتر. قلت لها تمام، بنك ليميتس بيجيب الحاجات الغالية، ما هو قلنا محامين لجمعية الفلاحين من سكة نظيفة، ودفعنا ثمن التوثيق والمراجعات المستقلة، ودفعنا الامن يحمي منظم محلي بعد ما ناومي حذرتني ان ماركوس مش هيسكت على ايميلات غضبانة وبس. المصاريف رجعت الضعف بس الشعور بالذنب لا. التسجيل نزل يوم الخميس الصبح وعلى الظهر كان مسمع في كل حتة. فيكتوريا هارسون بتوصف الفلاحين بالشحاتين، وفضيحة تسوية ستيرلينج أطلس بتكبر، والمنتجع الفاخر بيواجه احتجاجات بسبب الضغط على الأراضي. قدام مقر ستيرلينج أطلس الناس اتجمعت وشايلين يفط، فلاحين بهدوم الشغل واقفين جنب نشطاء وموظفين من ساعة الغدا، وصحفيين شامين ريحة دم. في يافطة كان مكتوب عليها قصصنا الحزينة اللي هي بنت منتجعكم، والتانية مكتوب عليها احنا مش شحاتين. والجملة دي لزقت في دماغي. على شاشة المبنى الكبيرة الشركة كانت حاطة فيديوهات لفيكتوريا وهي بتسلم على الناس في حفلات خيرية، والمظاهرة كانت شغالة تحت وشها المبتسم. دي رمزية ما بتتشراش بفلوس، مع اني تقنيا كنت ممول اجزاء منها بس قشطة. فيكتوريا ردت خلال ساعات ووقفت ورا منصة لوبي الشركة والصحفيين قدامها وماركوس جنبها، وبليك الحمد لله كان بعيد عن أي ميكروفون. عينيها كان شكلها مدمع بس دموع احترافية، وقالت إنها متدمرة إن كلامها اتاخد بره سياقه، وهي بدأت نغمت بره السياق دي. كملت وقالت إن شغل حياتها كان كله لخدمة الناس، وللأسف في مهاجمين مجهولين بيحاولوا يهدوا الشركة والمنتجعات اللي بيدعموها. مهاجمين مجهولين وهي لسه مبسطليش خالص. كنت واقف ورا اللوبي، باين كفاية إن اتشاف بس مش مهم إن أخوف. مساهم صغير يتيم حاقد خطة وليها ضوافر. عيون فيكتوريا جت عليا مرة واحدة بس ومن غير ما تعرفني بجد، مجرد ضيق وبس. ماركوس شافني وهو كمان وبقه اتشد. جالي بعد ما أسئلة الصحافة خلصت وسألني بصوت واطي لو كنت مستمتع بكده. قلت له مستمتع بإيه؟ قال بشوفة الناس المحترمة دي وهي بتتشوه. بصيت ورا الفلاحين وقلت له الناس المحترمة اللي واقفة ورا وشايلة يفط. ضحكت واختفت وقال إن عيل بيلعب بالأخلاق. رديت عليه وقلت له أنت راجل كبير بتخسر قدام تسجيلات صوت. عينه شررت ولحظة افتكرت إنه هيشدني من قميصي، بس لما الصحفي دور الكاميرا ماركوس افتكر انه لازم يبقى متحضر. قرب مني وقال لازم تاخد بالك يا لاندون، اللي بيستخدمك هيرميك لما ما تبقاش مفيد. رجعنا تاني لنغمة بيستخدموني، لسه فاكر اني مربوط بالظل مش انا اللي عامله. قلت له نصيحة حلوة اتعلمتها من اهلي. وماركوس مشي الاول وده كان مكسب صغير، والسهم وقع تاني عند القفلة. اشتريت اكتر من السكة المتأمنة اللي باقية، مش كتير قوي عشان ما بانش ضغط مستمر. تجميع متغطي في شكل فرصة. تغطية سيرينا اتغيرت بالليل، ما بقتش تهتم بالشركة مباشرة بس عملت حاجة أوحش، بدأت تسأل بهدوء مين اللي وافق على استراتيجية التسوية، وليه الشركة ضغطت على أصحاب الأراضي الصغيرين، وليه الشركة بتلوم مجهولين مهاجمين بدل ما ترد على التسجيل. الأسئلة بتبقى سكاكين لما الرد يكون وحش. شركاء فيكتوريا في العمل الخيري بدأوا يوقفوا ظهورهم معاها، واتنين من الأعضاء طلبوا مراجعة خاصة. الموظفين بدأوا يتوشوشوا في الطرقة، والأول مرة اقنع هارسون مش بس اتشرخ، ده الناس شافت الشرخ ده كمان. كان المفروض احس ان الموضوع ده مثالي بس ما حسيتش بكده. بالليل اتفرجت على فيديوهات للفلاحين برا المبنى
راجل عجوز كان بيتكلم في المايك وهو ماسك برنيطة بين ايديه وبيقول احنا بس عايزينهم بيبطلوا يعاملونا كأننا مش موجودين اصلا. وقفت الفيديو لاني كنت عارف الاحساس ده كويس. ناومي كلمتني وقالت لي ان ماركوس بيتحرك. سألتها ازاي؟ قالت انه بيرمي طعم، بلوك اسهم، تعبان، باين انه بيبيع بذعر من شريك، بس اللغم القانوني فيه قذر، لو المشتري المجهول لمسه بشكل مباشر هينكشف. فضلت باصص للشاشة المضيفة. ماركوس ما بقاش بيضحك وده كويس، بس بدأ يفكر ده مش كويس. قلت لها انه لسه ما يعرفش ان انا. ردت وقالت بس هو عارف ان في حاجة بتصطاده. بصيت للكارت الاسود على مكتبي والحروف الفضة كانت بتلمع. قلت يبقى نتأكد انه يفضل باصص في الاتجاه الغلط. فخ ماركوس كان قذر لانه شبه ذكي، وده ضايقني جدا اكتر ما كنت متوقع. الطعم كان باين انه فرصة لاي مشتري جعان يسيطر والشركة واقعة، بس بالنسبة ليا كانت حتة لحمة محطوطة تحت بيانو بيقع. ناومي شرحت لي الموضوع بالبلدي لانها عارفة اني بكره الغموض القانوني، وقالت لو المشتري المجهول ده خد الطعم من السكة الغلط ماركوس هيطلب كشف بيانات ويجمد كل حاجة، مش للأبد بس وقت كفاية انه يأذي. سألتها قد ايه؟ قالت لدرجة تضيع علينا التوقيت، والتوقيت ده كان كل حاجة. لو بدري قوي هتتكشف قبل ما يكون معايا قوة كافية، ولو متأخر ماركوس هيدفن الأدلة ويهرب الأصول ويخوف الشهود. الوقت ده فيكتوريا طلعت التليفون تاني، قاعدة على كرسي ومريح وإضاءة دافية وصورة عيلة وراها، مش صورة أنا طبعا، النسخة الهرسون اللي فيها ماركوس وفيكتوريا وبليك. مفيش بدروم ولا زبالة ولا أهالي ميتين، شكل نضيف ومزيف جدا. شبكت إيديها وقالت إنهم غلطوا، بس الشركة بتتعرض لهجوم من وحوش مالية ما بيهمهمش العمل ولا المجتمع ولا العيلة. المذيع سألها عليا وشها هدي وقالت لاندون بيتألم واحنا فاهمين ده، والوجع بيخلي الشباب المتهورين، وبدأ إنه يبطل يخلي الغل القديم يشغله عن الناس اللي بتهاجم الشركة. وقفت الفيديو وفضلت باصص في وشها. ما كانتش بتتهمني إن أنا المهاجم لأن ده محتاج تصديق إن ليا ضوافر، هي كانت بتصغرني قدام الناس. لاندون الغلبان الحاقد مجرد أداة في ايد الغرباء. الست دي رمتني في الشارع بشنط زبالة ولسه لاقية طريقة تخلي نفسها الضحية. دي تستاهل سقفة من جهنم. بليك نزل فيديو اعتذار هو كمان عن فضيحة الطيارة، لابس قميص سادة وشكله كأنهم شالوا منه كل الاكسسوارات عشان يبان بني آدم. قالوا إنه بيحترم كل واحد بيتعب، وعينه كانت بتقرأ من فوق الكاميرا. قلبه غالبا كان أوحش من كلامه. التعليقات ما رحمتهوش والموظفين والعمال كمان. الفيديو بقى فضيحة تانية فوق الأولى. دي مش موهبة بليك إنه حتى اعتذاراته محتاجة أعذار. جوه الشركة أعضاء البورد بدأوا يسألوا أسئلة هادية بس حادة. ما كانوش أبطال بس كانوا ناس أغنياء شامين ريحة خطر، وساعات غريزة البقاء بتبان كأنها أخلاق. ماركوس رمى الطعم والمستثمرين بدأوا يحموا. منافس حقيقي المرة دي ملوش علاقة بيا، لو سبتهم ياخدوه الدنيا تتعقد، ولو خدته ماركوس هيعرف كتير. اتخانقت مع ناومي 20 دقيقة وهي بتقول استنى وانا اقول البلوك ده مهم، هي تقول في سكة تانية وانا اقول ماركوس عمل الفخ ده لانه قرب مننا. سكت خالص لما قالت لي اني مش بفكر زي خبير استراتيجي دلوقتي، انا بفكر كأني العيل اللي واقف بره البوابة. والجملة دي سكتتني لانها كانت صح بالظبط. ايدي كانت فوق الكيبورد وافتكرت عربية بليك وقلم فيكتوريا وساعة ماركوس وهو بيرميلي في الزخ البرد. العربية اللعبة اللي كانت في ايدي وانا عندي 13 سنة. الانتقام بيتحول لذاكرة البنزين والبنزين بيحرق، ولو اتدلق غلط خدت جزء من الطعم بس. مش كفاية ان انكشف، بس كفاية ان امنع المنافس واخلي السكة مفتوحة، وده كلفني شركة وهمية تانية اتحرقت في ساعة. فريق ماركوس اختلفوا لانهم افتكروا انهم خلوا المستشار المجهول يتهز. هم فعلا خلونا نتهز وده كان طعمه وحش. وفي الاخبار قالوا ان المهاجم المجهول جابوا اعمق مما كنا فاكرين، وماركوس قال هيعرفوا كل المهاجمين، وفيكتوريا قالت الشركة بترحب بالشفافية. ضحكت لان شفافية فيكتوريا فيها رجيم زي بوفيه الحلويات، ممكن نظريا بس مستحيل علميا، بس الضرر كان حقيقي. مستثمرين حقيقيين قلقوا، وعضو بورد كان معانا سكت خالص. وسرينا سألت لو الشركة بتنهار من ضغط بره ولا فساد جوه، ومحدش حب الإجابة. لاندون ستيرينج بقى شخصية ثانوية في قصتهم، يتيم حاقد ومجرد عيل ظهر في وقت صعب. ماركوس لسه مش شاكك فيا، فاكر إن عنده مشكلتين، مشتري مجهول وأنا، وما يعرفش يبص المشكلة واحدة من ناحيتين. بالليل دخلت منتدى الموظفين وشفت تعليق لزق في دماغي. واحد بيقول إنه كان شغال هنا وأليوت ستيرلينج عايش وابنه كان هادي وبعد الحادثة اختفى، والموارد البشرية قالوا لهم ما تسألوش. رد عليه واحد تاني وسأل إن لو إشاعات البدروم دي كانت حقيقية، وتالت قال إن خالته كانت شغالة في البيت وقالت إن الولد كان بيطبخ ليهم. تمثيلية العيلة اللي أنقذتني بدأت تعفن. فيكتوريا حاولت تصغرني فالناس بدأت تسأل هو أنا كنت صغير ومهمش ليه من الأول. ناومي كلمتني في نص الليل وقالت إن معانا توكيلات كفاية تقريبا، مش سيطرة كاملة بس كفاية نحشر البورد في زاوية ماركوس اللي ما يعرفش يلطخ فيها بنسكات. تقريبا أنا كنت بكره كلمة تقريبا زي ما
كنت بكره كلمة دلوقتي بالظبط. وبعدين هي زودت وقالت لي ماركوس طلب اجتماع طارئ لمجلس الإدارة. ماركوس كان عايز يقطع الطريق على المشتري الغامض قبل ما التوكيلات تثبت مكانها. لسه فاكر ان العدو ملوش وش وفاكرني مجرد قطة شوارع بتنونو وتمشي جنب وسط الاجتماعات. وبعدين بصيت لصورة اهلي القديمة. ابويا قال لي قبل كده ان الرجالة التقيلة بيغلطوا لما يفتكروا كل اللي حواليهم اصغر منهم. وماركوس قعد سنين شايفني عيل صغير ومليش اي لازمة. هسيبه يعيش الوهم وهو الراحة دي شوية كمان. وبعدين افك لي الكرسي وهو قاعد عليه. ماركوس دخل الاجتماع الطارئ وكان ضامن الفوز في جيبه وخلاص خلصت. هي دي مشكلة الرجالة اللي زيه، بيخلطوا بين الصوت العالي والسيطرة. فاكرين انهم لو اتكلموا الاول بصوت عالي ولابسين بدلة شيك يبقى خلاص المكان بقى بتاعهم. أوضة اجتماعات ستيرنج اطلس في الدور ال43، ترابيزة سودا طويلة، حيطان ازاز ومنظر المدينة كلها قدامك، ولوجو الشركة بتاع ابويا محفور على الحيطان المعدن الشيك. دخلت اخر واحد بمزاجي، باين صغير ومستفز بالظبط زي ما هم متوقعين. فيكتوريا لمحتني الأول وابتسمت لي ابتسامة صفرة ناعمة فكرتني بأيام القبو والضلمة. قالت لي لندن ده مش مكان لتصفية الحسابات الشخصية. رجعنا تاني لنغمة القطة الصغيرة، ضوافرها ضعيفة مفيش خطر. بالنسبة لها أنا مش عاصفة تحصل، أنا مجرد أثر جزمة مبلولة على السجادة. بليك كان قاعد جنبها ماسك موبايله وعمال يقلب فيه، وشه مشدود من كتر الأخبار الزفت اللي بتنزل ومفيش نتائج. بصلي لما قعدت في مكاني وقال بصوت واطي لسه بتلعب دور رجل الأعمال؟ قلت له انت لسه بتلعب دور فيديو الأعذار. عينه ضيقت من الغل. واحد من أعضاء المجلس دايرة ضحكته بإيده ورا الورق. مكسب صغير وخدته، قبلت بيه. ماركوس دخل وقف على راس الترابيزة وبدأ دخوله بقوة. رمى اللوم على ناس مجهولة وعلى تلاعب الميديا والناشطين والمدربين اللي عايزين يهدوا شركة أمريكية عشان يلموا فلوس. ما لمنيش أنا خالص ولا حتى جه جنبي في الكلام. لما كان بيبصلي كانت نفس النظرة اللي بيبص بيها البقعة على كم قميصه، حاجة تضايق أو تكسف بس مش خطر خالص. ماركوس بص للمجلس وقال للأسف في حاجات تافهة شتتت انتباهنا وخلت القوى الخارجية دي تبوظ الدنيا. العيون كلها جت عليا في اللحظة دي. حاجة تافهة. بصيت للقلم بتاعي، لو ضحكت بدري هبوظ الأكلة كلها. كمل ماركوس كلامه وقال احنا محتاجين سلطة طارئة عشان نجمد التوكيلات المشبوهة ونحمي الشركة في التلاعب. فريق وزع ملفات تقيلة وشيك من النوع اللي بيخلي الحجج الضعيفة تبان ليها وزن. فيكتوريا بصت لي بحزن مزيف وقالت لندن اخرج احسن قبل ما تحرج نفسك. انت عنيب بما فيه الكفاية. عنيب بما فيه الكفاية دي كانت حركة لذيذة منها، بتقولها كأن المعاناة دي حالة جوايا ملناش دخل فيها، مش مشروع عائلي هي اللي كانت بتشرف عليه بنفسها. رفعت عيني وقلت تقصدي قبل ما اتكلم عن القبو تاني؟ واحد من المديرين اللي قاعد جنب الشباك اتحرك في كرسي بقلق، وعين فيكتوريا نشفت لثانية وبعدين رجعت لنظرة الطيبة المزيفة وقالت انت كنت تعبان واحنا عملنا اللي نقدر عليه. فجأة موبايل رن على الترابيزة وبعدين واحد تاني وبعدين 3 كمان. اول دفعة مستندات وصلت. توقيت نيومي كان قليل الذوق بس يجنن. اعضاء مجلس الادارة فتحوا الملفات المتأمنة على تابلتاتهم وواحد ورا التاني ملامحهم بدأت تتغير. مش صدمة لسه بس انتباه وتركيز، وده احسن بكتير. ماركوس حس بالتغيير وسأل بنرفزة ايه ده؟ واحد من المديرين اسمه بول عدل نضارته وقال تأجيلات توكيلات. ماركوس كشر وسأل من مين؟ بول كمل تقليب وقال من جهات كتير. ضحكة ماركوس رجعت تاني، ضحكة انتصار حادة وقال بالظبط يا مستخبية لا يثبت كلامي، احنا بنتهاجم من فلوس خارجية. لسه برضه مش شايفني كان بيبص للدخان ويشتم الكبريت اللي في ايدي. فجأة بس سرينا بقى لايف على الموبايل في نفس الوقت. ما كانش حد مخطط يتفرج عليه في أوضة الاجتماعات بس كله اتفرج غصب عنه. وشها ظهر على شاشة واحدة من المديرين هادية منورة وبتقول ان في مستندات جديدة بتفتح أسئلة عن إدارة شركة ستيرنج أطلس والضغط لشراء الأراضي وتحكم عائلة هورسون في الميديا. ماركوس خبط بإيده على الترابيزة وزعق وقال اقفلوا البتاع ده، بس محدش قفل. دي كانت أول شرخ حقيقي في سلطته. الناس اللي بتسمع كلامك مش دايما بيقولوا لك إنهم بطلوا، ساعات بيسيبوا الشاشات شغالة. الدفعة التانية من نيوم وصلت ودي كانت أوضح وأقوى. تعديلات قديمة، مسارات تحويل الفلوس، التزامات، توكيلات، ديون وأذلة وضغط على موظف العقارات اللي اختفى. مفيش حاجة تشرح كل حاجة للجمهور مرة واحدة بالملي، بس كفاية تخلي المجلس يفهم حاجة واحد بس. ماركوس وفيكتوريا يا إما ما كانوش بيحموا الشركة يا إما كانوا بيحموا نفسهم. قعدت أتفرج على ماركوس وهو بيفهم اللي حصل في الأوضة. العيون اللي نزلت الأرض، المديرين اللي بيقلبوا في الورق من غير ما يستأذنوا، والمستشار القانوني بيهمس لمساعده. فيكتوريا ايديها كانت ثابتة بزيادة على الترابيزة وبليك أخيرا بطل يقلب في موبايله وهمس ايه اللي بيحصل؟ محدش رد عليه.
وده كان شعور جديد تماما على بليك. ماركوس شاور على التابلت اللي قدام بول وزعق عايز الاسم اللي ورا الجهات دي دلوقتي. بص في الأوضة كلها وعدى عليها كأن حتة عفش ملهاش لازمة، وبص للفريق القانوني وقال فورا ما كانش شاكك فيا ولا بنسبة 1%. كنت قاعد على بعد 3 متر منه ماسك قلمي وبتنفس بهدوء وهو لسه فاكر ان النمر بره المبنى. فيكتوريا حاولت تلم الأوضة بكلام ناعم وقالت اننا مستهدفين وان الشركة ما ينفعش تسمح لجبنة مجهولين يستخبوا ورا الورق والشاشات العاطفية. المشتتات العاطفية دي كانت رسالة ليا، فوتها بمزاجي مش عشان كنت بتوجع بس عشان في شتايم بتبقى احلى لما تستوي وتاخد وقتها. طلبوا التصويت. ماركوس اعترض بصوت عالي بس المستشار القانوني نصحهم يكملوا بهدوء، والهدوء هو اللي كسب في الاخر. السلطة اللي ماركوس كان هيموت عليها ما توافقش بدلها. المجلس وافق على مراجعة مستقلة وقيود مؤقتة على حركة عائلة هارسون، ويمنع فيكتوريا من نقل ملفات معينة ويثبت مكان اللي كنت مستخبي فيه قبل الخطوة الجاية. ماركوس فقد السيطرة على الأوضة اللي دخلها كأنه ملك زمانه. فضل واقف ينهج من مناخيره والمديرين بيهربوا منه ومن عينيه. فيكتوريا حاولت بآخر نغمة ناعمة وقالت لازم نتكلم لوحدنا كعيلة. قمت وقفت وقلت احنا كنا لوحدنا لمدة 4 سنين وانا نايم في القبو بتاعكم. الأوضة سكتت تماما وبليك بص لأمه، والأول مرة ما كانش باين عليه الملل، كان باين عليه الخوف بجد. خدت ملفي ومشيت ناحية الباب. ماركوس جه ورايا، خطوته كانت بترزع على الأرض ورايا. هو قال لندن. كملت مشي ولكني سامع الدور التنفيذي بره كله إزاز وصلب وسكوت قاتل. الموظفين رفعوا عينيهم والمساعدين اتجمدوا في ايديهم التابلت. ماركوس حصلني عند باب مكتب المدير التنفيذي. فيكتوريا جت وراه بسرعة وبيلك وراهم وموبايله عمال يزن في ايده. ماركوس وقف قدامي وقال شيل الابتسامة دي من على وشك، انت مش فاهم حتى ايه اللي بيحصل. بصيت له. شاشات البورصة اللي ورا موظفة الاستقبال كانت كلها باللون الأحمر. موبايل اتهز مرة واحدة. رسالة نايومي ظهرت فريق المراجعة في الأسانسير. رجعت الموبايل بهدوء. 4 سنين وما بيسألوني أسئلة كأني المفروض أوطي راسي وأتأسف. مين كسر الفازة؟ ليه مش حامد ربنا على اللي عملناه معاك؟ مين سمح لك تطلع فوق؟ انت لسه هنا. ودلوقتي ماركوس بيزعق في الأوضة وفي المجلس وفي الفريق القانوني وفي أشباح مش شايفها. قال أنا هعرف مين ابن اللذين اللي ورا كل ده. ما كانش بيسألني أنا، وده كان أضحك جزء في الموضوع. لسه فاكرني مجرد دوشة في الخلفية وماليش أي تأثير. ابتسمت لأول مرة قررت أرد عليه وأريحه. ماركوس قال إنه هيعرف مين اللي ورا كل ده، فأنا وفرت عليه تمن التدوير والتعب. قلت ليه أنا لثانية محدش في المكان اتحرك. الدور التنفيذي كان منور ومنظم بزيادة ومليان ناس بيمثلوا إنهم مش سامعين حاجة. المساعدين اتجمدوا جنب المكاتب الإزاز، وبتاع الأمن واقف عند الأسانسير، وشاشة البورصة ولا ماركوس عمالة تنور أحمر كأن المبنى نفسه ضرباته زادت وبقى ينبض. فيكتوريا بقت تبص لي بذهول وماركوس بصته كانت اقوى واصعب. بليك كان بيبص لنا احنا التلاتة وهو حاطط الموبايل على ودنه وساكت اخيرا لسبب ملوش علاقة بابنه كبر. بس من الصدمة ماركوس ضحك ضحكة واحدة، مش عشان الموضوع يضحك بس عشان عقله كان محتاج يطلع اي صوت وهو بيرفض الحقيقة دي. قال انت؟ هزيت راسي وقلت انا. وشه اتعوج من الغل وسأل المزايد. قلت له الفراري كانت بتاعتي. بليك بقه اتفتح وما طلعش منه ولا كلمة، واللحظة دي الوحيدة كانت تسوى ملايين. فيكتوريا قربت وسألت الأرض. قلت وبتاعتي برضه. ماركوس جزع أسنانه وسأل جهة التوكيلات. بصيت لفيكتوريا وقلت في ناس لازم تخلي بالها من كلامها لما يفتكروا إن الفلاحين والموظفين واليتامى ملهمش لازمة. وشها اتغير في اللحظة دي، مش تغيير كامل لأنها متدربة على وشها بقالها سنين، بس الطيبة المزيفة اختفت من عينيها. واللي فضل هو الست اللي ضربتني بالقلم وانا عندي 14 سنه وقالت عليا مؤذي وبتاع مشاكل، وبليك واقف بيضحك وراها. همست وقالت يا تعبان يا صغير. اهي دي فيكتوريا الحقيقيه من غير اضواء الجمعيات الخيريه ولا صوت النغمه الطيبه الحزينه. ماركوس قرب اكتر وقال انت عايزني اصدق ان عيل القبو هو اللي بنى كل ده؟ ضحكت وقلت لا انا كنت متوقع انك ما تصدقش، وده كان الجزء المفيد من الخطه. الموظفين بقوا يبصوا لبعض وبتاع الامن اللي عند الاسانسير نزل ايده من على اللاسلكي. ماركوس شاور عليا بصباع بيترعش وقال اكيد كان في حد في ظهرك. قلت له كان معايا كارت اسود و3 سنين، وغرورك انت وهو اللي عمل نص الشغل. ما كانتش دي الحقيقة كاملة، ما كنتش محتاج حد يعرف تفاصيل السيستم. بنك ليميتس ده بتاعي وفي معجزاته مش المفروض تتشرح لحرامية، بس خيوط الفلوس والجهات والمشترك كانت متوثقة كفاية عشان الأوضة كلها تفهم اللعبة ماشية ازاي. طلعت ورا واحدة متطبقة من الجاكيت ورفعتها قدامهم. ما كانتش خبطة ولا درس، كانت مجرد لستة جهة شراء الفراري وجهة قطعة الأرض على البحر، سكة التوكيلات في التصويت وسلسلة أدلة الميديا والشرارة اللي بدأت المراجعة القانونية. كل سطر في الورق كان بيشاور على حاجة هم لبسوها لغيرهم قبل كده، بس المرة دي كل سطر بيرجع يشاور عليا أنا. ماركوس
مد ايده بجنان عشان يخطف الورقة، بس انا سحبتها منه في ثانية وقلت له حاسب على نفسك، انت كفاية انك خسرت مكتب النهاردة، بلاش تفقد اعصابك قدام الشهود دول. عينه راحت يمين وشمال، وهنا خد باله ان الموظفين واقفين والمساعدين وسكرتاريا المجلس الادارة والمحامي خارج من الاسانسير ومع 2 مراجعين قانونيين وراه. ناومي ما كانش معاهم، هي صممت تفضل بعيد لحد ما تتأكد ان عملية المراجعة بدأت بأمان. بنت ذكية ورخمة وعايشة. كبير المراجعين قرب مننا وهو شايل فايل تحت باطه وسأل السيد ماركوس هارسون. ماركوس ما ردش، بس المراجع كمل كلامه عادي ولكنه شايفه، وقال معانا اختار رسمي بمراجعة كل تحويلات صناديق عيلة ستيرلينج ومصاريف الميديا اللي ليها العلاقة بأطراف القرايب وتصرفات تسوية التطوير. وش فيكتوريا جاب ألوان وبقى شاحب جدا تحت المكياج اللي حطاه، والتليفون بليك كان يقع من إيده، وصوت طالع من السبيكر بيزعق بابا إيه اللي بيحصل؟ الكروب بتاعتي مش شغالة وبترفض. محدش ضحك بس أنا كنت هموت وأضحك، مش عشان الموضوع يضحك بس عشان العدالة ساعات بتيجي في أوقات غير متوقعة خالص. ماركوس لف في وشي وقال لي أنت جمدت حساباته؟ قلت له لا، مجلس الإدارة هو اللي جمد الصلاحيات المشكوك فيها المربوطة بقنوات الشركة المحظورة. فضل يبص ليا بذهول فهز كتافي وقلت له بمعنى أوضح المصروف اللي بليك كان سرقه. بليك كان شكله عامل زي اللي حد قال له إن الأكسجين بفلوس واشتراك شهري. زعق وقال لي أنت ما تقدرش تعمل كده. بصيت له بتركيزه في ثانية افتكرت إن هو عنده 14 سنة وهو بيضحك ورا فيكتوريا بعد ما الفازة اتكسرت، وافتكرته هو عنده 18 سنة وساند على العربية الرولز رويس وأنا شايل كيس زبالة. افتكرته في الطيارة الخاصة وبيقول للمضيفة إنها لازم تحمد ربنا انها بتشوف وشوش زينا. قلت له انا ما عملتش كده، انت اللي عملت، بس انا بطلت ادفع تمن الستاره اللي مداريه بلاويك. صوت فيكتوريا بقى حاد وقالت لي يا ولد يا جاحد الكلمه دي تاني. جاحد الكلمه دي ماشيه ورايا من اول البدروم لحد وقت الاجتماعات زي ريحه وحشه. سالتها جاحد على ايه؟ على البدروم ولا القلم اللي خدته على وشي ولا كيس الزباله ولا السنين اللي قضيتوها لابسين شركه اهلي زي ما تكونوا سارقين بالطو؟ ايديها اترفعت حاجه بسيطه مش كتير، بس كفايه ان ماركوس يلاحظ وكفايه نلاحظ وكفايه ان الموظفين يشوفوا. اخر مره ايد فيكتوريا اترفعت فيها كنت عيل عندي 14 سنه وكان في ازاز مكسور على الارض، بس المره دي ما رجعتش خطوه لورا وقلت لها بصوت واطي جربي كده. الدور كله سكت تماما وايد فيكتوريا نزلت، وده كان انتصار صغير. كمان في انتصارات بتبقى عباره عن تصفيق، وفي انتصارات تانية بتبقى لما الشخص اللي قدامك يستوعب انه اخيرا ما بقاش يقدر يمد ايده عليك. ماركوس خد نفس عميق من بين سنانه وقال لي انت فاكر ده هيخليك قوي؟ قلت لا، انتم اللي خلتوني ضعيف وانا كان لازم اتعلم الفرق. المراجعين عدوا من جنبنا وداخلين على المكتب التنفيذي. واحد من مساعدين ماركوس وسع السكه من غير ما حد يقول له. ماركوس شاف الحركه دي ووشه اتقلب اسود. هي بدات فقدان السيطره والطاعه، مش لازم تبقى خناقه وزعيق بس تاثيرها كان مدمر. فيكتوريا حاولت تلم الموضوع بنبره العيله وقالت لي يا لاندون اسمعني، اي زعل بينا نقدر نحله في السر، انت لسه بالعيله. بصيت للحلق اللي لابساه وشعرها المتسرع على الشعره وابتسامتها اللي بتترعش. سنين طويله العيله معاها اوامر بتترمي ليا من باب البدروم، ودلوقتي العيله معناها انكم بتحاولوا تلموا الفضايح. قلت لها لا، انا كنت من العيله لما كنتوا قادرين عليا، لكن دلوقتي انا مساهم في الشركه وليا فلوس عندكم وانا ابن الناس اللي انتوا سرقتوهم. عينيها برقت بغل وقالت انت ما عندكش فكره اهلك سابوا ايه وراهم. الجملة دي كانت مختلفة، دي انكار، دي سقطة بلسانها. ماركوس لف ليها وزعق فيكتوريا، بس خلاص الوقت فات. انا سمعت المراجع سمع، واحد من مساعدين المجلس اكيد سمع لان راسه اترفعت بسرعة لدرجة ان رقبته كانت هتتجزع. كلام نومي عم لف الحادث المقفول جه في دماغي زي ما تكون بتضغط على جرح. سألتها سابوا وراهم. فيكتوريا قفلت بقها خالص وماركوس اتدخل وقال الكلام ده خلص. قلت له لا، الجزء ده هو اللي خلص. بصيت ناحية الاسانسير، فريق المراجعة كان داخل مكتب المدير التنفيذي خلاص والموظفين لسه بيتفرجوا. محدش رافع تليفونه عينك كده، بس في كذا واحد مميل تليفونه بزاوية عشان يصور. قشطة، خليهم يشوفوا الوش الحقيقي وهو واقع على الارض. لفيت لماركوس تاني وقلت له بقالي 3 سنين بتطاردوا منافس مجهول وصندوق استثماري معادي وعدو في الميديا ومضارب. لومتوا كل الناس اللي العيل اللي رمتوه بره حياتكم. ماركوس ضم قبضته بايده بعصبية وفيكتوريا كان نفسها الارض تتشق وتبلعها. وبليك وشوش في التليفون وقال هكلمك بعدين وقفل السكة من غير ما يستنى رد. قربت منه خطوة لدرجة خلت ماركوس لازم يبص لتحت شوية عشان يشوفني، ومع ذلك ما قدرش يحسسني اني صغير. قلت له العربية الفراري دي كانت عشان عيد ميلادي، والارض كانت عشان البدروم، والتسجيلات كان عشان كل بني ادم فكر انه هيسكت عشان بتدفع له ملاليم بدل ما تحترمه، والاسهم دي عشان ابويا والتوكيلات عشان امي. وده بقى. بصيت حواليا في دور المديرين، الشاشات الحمراء والموظفين متثبتين في مكانهم، والمراجعين اللي جوه المكتب الحرامية اخيرا اتحشروا في زاوية
الزاوية جوه الشركة اللي سرقوها، وقلت ده بقى عشان كيس الزبالة. محدش نطق ولا حتى بليك المرة دي. وش ماركوس بقى أحمر زي الدم وقال لي هتندم إنك زلتنا كده. ضحك. دي النهاية اللي يستاهلوها، لا في سلام ولا مسامحة ولا حضن عيلة في أوضة مليانة محامين. بس ماركوس وهو هيفرقع وفيكتوريا وهي مكشوفة وبليك وهو مرعوب، وأنا واقف في المكان اللي المفروض أبويا يقف فيه وما بقتش خلاص بره اللعبة. قلت عيد ميلاد سعيد عليا. باب الاسانسير فتح تاني ورايا، وفي فريق قانوني خرج ومعاهم فايلات متبرشمه. على اول فايل شفت العنوان اللي ناومي حذرتني منه: مراجعه حادثه ستيرلينج. فيكتوريا شافته هي كمان وتعبيرات وشها اتغيرت، عمري ما شفتها قبل كده. خوف حقيقي، مش خوف من خساره صفقه ولا خبر في الجرايد، ده خوف من الماضي اللي يفتح بقه ويتكلم. فضلت محافظ على ابتسامتي اللي عملتها في الشركه اللي جابت مفعولها، بس الحرب على شركه ستيرلينج اطلس لسه ما خلصتش. الوصيه المزورة وشبكة الميديا اللي واخدة رشوة ومخطط التطوير القذر وحادث أهلي اللي ملف ومقفول، كل ده مستني ورا الباب اللي جاي. فيكتوريا وماركوس واقفين قدامي والغل وكيلهم ومحبوسين في الزاوية، وأنا واقف قدامهم بضحكة سخرية وسبت السكوت ده يقطع فيهم. وكده يا جماعة تكون حكايتنا وقفت لحد هنا، وهنا بنوصل لنهاية الجزء بتاع النهاردة. بصراحة الأحداث تاخد منحنى أقوى، ولسه في حاجات كتير مستنيانا في الأجزاء اللي جاية. فدلوقتي كل اللي علينا إننا نستنى الكاتب يكمل عشان نعرف إيه اللي هيحصل بعد كده. ولو عجبكم الجزء ده ومتحمسين نكمل الحكاية مع بعض، ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم في الأحداث وإيه أكتر حاجة شدت انتباهكم في الجزء ده. وأشوفكم في الجزء الجاي إن شاء الله. يلا سلام.